تخيل معايا كده صديقي تكون شاب ضعيفة وحالك يصعب على الكافرة، بس الوضع ده ما استمرش كتيرة، وفي يوم وليلة يبقى عندك قوة جبارة وتبقى أقوى شخص في المجرة. دي حكاية بطلنا راجنا. قبل ما نبدأ يا صديقي أحب أقول لك إن الحكاية دي من أجمد الحكايات اللي شفتها وهتشوفها في حياتك، فعاوزك تركز معايا كده علشان حكايتنا مليانة عظمة. وطبعا ما تنسوش تصلوا على النبي، ويلا بينا نبدأ حكايتنا. وبتبدأ الحكاية ببطلنا راجنا اللي بيكون في وسط القتال، بس بيسرح وبيشوف رؤية لشخص عجوزة بيقضي على تنين بقوة مرعبة جدا، وبيقول لازم ابقى اقوى من كده. نرجع تاني لارض المعركة، والتنين بيهجم على راجنا وبيصيبه وبيكون هيقضي عليه، بس بتيجي بنته بتدافع عن راجنا وبتفرتك التنين، وبتكون قوتها جبارة جدا، وبيكون اسمها ليو، ودي صاحبة ومرافقة راجنا. وليو اقوى صيادة تنانين في المملكة، وبتقول راجنا لازم تكون مستعد للقتال في اي وقت وما تسرحش. وراجنا بيشكرها وبيحط ايده على دماغها. وهنا نعرف ان في العصر ده من الزمن بينتشر التنانين الشيطانية، وفي حرب طاحنة بين البشر والتنانين، وصائد التنانين بيقضوا على التنانين عن طريق تجميدهم بالهالة الفضية واللي بيطلق عليها الجينكي، او عن طريق حرقهم بأشعة الشمس. وبعد شوية راجنا وليو بيكونوا ماشيين في المملكة، والناس كلها بتبص لليو وبنعرف انها مشهورة جدا، وبيقولوا مش دي اقوى صائدة التنانين، ده البنت دي سفاحة، رغم ان شكلها ما يقولش كده خالص. وبعدها راجنا وليو بيروحوا لمقر نقابة الصيادين، وبنعرف ان الصيادين بيعملوا مهام علشان يكسبوا فلوس، ودي طريقة شغلهم. وراجنا وليو بيكونوا قاعدين بياكلوا، وفي شخص بيقول لراجنا يا راجنا زمانك عايش حياة سهلة جدا ومرتاحة علشان انت عايش على قفا العبقرية ليو. وبنعرف ان ده سايكس تاني اقوى صياد في المملكة، وبيروح لراجنا وبيقول له انت مش شايف انك عقبة في طريق ليو؟ انت ضعيف لدرجة انك ما تقدرش تقتل نملة. وفي اللحظة دي ليو بتطلع سيفها وبتوقعه، وبتقول له مالكش دعوة براجنا، ولو تجرأت وكلمته تاني انا همحيك من على وش الارض. وبتقول انا هبقى اقوى واقوى وهصطاد التنانين اكتر لحد ما اقتل زعيمهم وابقى اقوى واحده في العالم. وبعدها بتمشي هي وراجنا وبيرجعوا البيت، وليو بتنام. وبيجي اليوم اللي بعده وبيكون راجنا بيتدرب، وبيقول لنفسه انا عارف اني ضعيفه بس لازم احمي ليو ولو الوقت صغير، بس علشان اشكرها على كل اللي بتعمله معايا. وفي اللحظه دي بيسمع صوت شخص بيقول له مش هتقدر، وبيبص وراه وبيظهر الراجل العجوزه وبيقول له مش هتقدر علشان هي هتموت. وفي اللحظه دي بيشوف راجنا نار تشتعل في المملكه بالكامل والناس كلها بتموت، وبيشوف ليو هي مصابه باصابات خطيره جدا واشواك كتيره بتخترق جسمها كله وبتموت ليو. وراجنا بيفوق وبيقول الكابوس ده اوحش كابوس شفته في حياتي، وبيكون خايف ومش فاهم حاجه، وبيسمع صوت الشخص وهو بيقول له الوقت قرب جدا. وبيجي اليوم اللي بعده وراجنا وليو بيروحوا للنقابه وبيلاقوش مهامه، وبيرجعوا تاني وبياكلوا وبيناموا. وبيجي اليوم اللي بعده وراجنا بيشوف نفس الرؤيه دي تاني وبيحلم بيها مره تانيه، وبيكون خايف جدا، فبيتدرب باقصى جهده علشان خايف لا يتحقق الحلم اللي بيشوفه. وبيفتكر كلام الراجل العجوزه وهو بيقول له ليو هتموت. وبيمر الوقت وبنعرف ان التنانين بدات تتحرك للشرق ناحيه مملكه دونابير، بس المملكه دي التنانين ما هجمتش عليها من 25 سنه، وكل الصيادين قاعدين بيتكلموا في حوار التنانين، وراجنا في عالم موازي مش معاهم خالص، بيفكر بس في الحلم اللي بيجيله، وبيقول لنفسه هو ده حلم فعلا؟ ومين الراجل اللي بيظهر لي ده؟ وليه كل ده بيحصل الايام دي؟ وبيكون خايف جدا. وليه بتفوقه وبتقول له انت بقالك فتره كده بتسرح على طول يا راجنا، وبتقول له انت بتتدرب بقالك فتره بجد كبيره. فبيقول لها انا عاوز اكون قوه ليكي يا ليو بس انا ضعيفه ومش بقدر اعمل حاجه. فبتقول له اول ما شفتك كان الناس بيضربوك، بس حسيت ان انت عندك قوه جباره جدا وواثقه، وعندي احساس قوي ان انت هتبقى قوي بشكل مرعب وخطير جدا، وقوتك هتهدد اعظم التنانين الشيطانيه. وبتقول له مش عارفه ده هيحصل امتى ولا ازاي، بس انا متاكده من ده. وبتحضنه وبيمر الوقت وراجنا بيشوف نفس الكابوس تاني وبيقول الوقت قرب جدا. وبعدها بيروح هو وليو لمقر النقابه، وبيعرفوا ان مملكه دونابير هلكت واتدمرت بالكامل، وده بسبب هجوم سرب ضخم من التنانين. كله اتصدم، دي من اقوى الممالك ازاي سقطت واتدمرت؟ وفي اللحظه دي ليو بتبص لراجنا وبتلاقيه مصدوم جدا ومرعوب، وبيقول ليو ولسه ما كملش كلامه بتحصل هزه ارضيه قويه جدا، وليو بتحس بهاله مرعبه لدرجه خطيره جدا، وبتروح وتشوفها وكانت الصدمه المملكه كلها تشتعل فيها النيران ومحدش عارف هو ايه اللي بيحصل بالظبط. وراجنا بيزعق وبيقول لازم نهرب يا ليو. فبتقول له ليه؟ فبيقول لها علشان هتموتي. فبتقول له ما تقلقش مش هموت. وبتروح لوسط المملكه وبتكون المعركه بدات، والجنود بيموتوا واحد ورا الثاني ومش قادرين يعملوا حاجه قدام التنانين. وفجاه بيظهر شخص من وسط النهر وبيكون مغطى بالدم، فبيروحوا له وفي لمح البصر بيخرج رماح من الدم وبيفرتكهم
العظمة، وبيخرج نار مرعبة جدا وبيلبس هدومه وبيقول صباح الخير يا معشر البشر، هموتكم كلكم ما تقلقوش. وهنا راجنا بيشوف النار وبيروح يشوفها وبيلاقي الشخص ده وبيشوف رماحه وبيقول ايوه هي دي اللي هتقتل ليو، وبيكون مرعوب جدا. وهنا سايكس بيشوف التنين ده وبيقول تنين شيطاني عظيم بيعمل ايه هنا. وفي اللحظة دي راجنا بيهجم عليه من وراه، وكانت الصدمة سيف راجنا هو اللي بيتكسر. ايه كل القوة المرعبة دي؟ مين الشخص ده وليه قوته جبارة كده؟ والتنين الاعظم بيضحك وبيخرج لهب قوي جدا وبيبعد راجنا بعيدة وبيرميه في النهر. وفي اللحظة دي بتيجي ليو وبتقول لسايكس يروح وينقذ راجنا وهي هتقتل التنين الاعظم. وسايكس بيعمل كده فعلا، وليو بتكون غاضبة جدا وبتقول له ازاي تتجرأ وتسيب راجنا، وبتزعق وبتقول له هقتلك. وفي الوقت ده بيكون راجنا بيغرق في النهر وبيشوف الرؤية كاملة، وهي بعد موت ليو راجنا هيقاتل التنانين بأقصى قوته وهيطمح للقوة العظمى علشان يقضي على زعيم التنانين ويقضي على آخر تنين في الوجود. وفي اللحظة دي بيظهر راجل عجوز تاني، وهنا جاءت أكبر صدمة وبنعرف إن ده يطلع راجنا في المستقبل وبيقول له أنا مستقبلك وأنت الماضي بتاعي يا راجنا، وأنا دلوقتي بقيت أقوى شخص في المجرة بالكامل ومفيش قوة تقدر عليا، وعندي القوة إن أقضي على ملوك وزعماء التنانين لوحدي. بس كل ده بعد إيه؟ بعد ما ماتت ليو البنت الوحيدة اللي كنت عاوز أحميها وما قدرتش، ودلوقتي مفيش حاجة أحميها. وإيه الفايدة من القوة دي ما دام أنا خسرت كل حاجة؟ وبيزعق راجنا وبيروح له وبيمسكه وبيقول له اديني قوتك أنا محتاجها دلوقتي علشان قدامي كل حاجة عاوز أحميها، كل حاجة هتروح مني بعد لحظات من دلوقتي، ولازم أحمي كل حاجة دلوقتي أو هخسر كل حاجة. وراجنا المستقبلي بيزعق وبيخرج سيفه وبيخترق جسم راجنا وبيقول له ده اللي كنت بخطط ليه من بدري، وانا تمنيت ان يكون عندي القوه اللي عندي حالا في الوقت ده. وفي اللحظه دي راجنا بيحس بصدمه قويه جدا جواه، وسايكس بيطلع راجنا من النهر وبيلاقيه بيزعق بقوه وعروقه بدات تبرز في وشه بشكل مرعب. وراجنا المستقبلي بيقول دلوقتي الماضي والمستقبل متصلين ببعضهما وهصب كل قوتي فيك يا راجنا، وبيزعق وبيقول له دمر التنين الاعظم يا راجنا، ومن هنا هيبدا الجمدان والعظمه كلها يا صديقي. ومن الناحيه الثانيه ليو مش قادر تعمل حاجه قدام التنين الاعظم. ليو بتقول له معقوله تكون انت ملك التنانين؟ فبيقول لها انت بتتجرأي وتقارنيني بملكنا؟ وبيقول لها انا جريمولوت العضو العاشر في سلاله الجناح، انا اضعف واحد في التنانين العظمى. وليو بتتصدم كل ده وده اضعف تنين اعظم. وجريمولوت بيقول لها البشر كلهم هيموتوا علشان ملكنا قرر انه يخلص منكم، انتوا مفكرين انكم بتشكلوا خطر علينا؟ انتوا مجرد حشرات ضعاف قدامنا. ولسه هيقضي على ليو وبيحس بقوه مرعبه جدا وراه وبيبص وراه وبيخاف جدا وبيقول في حاجه جايه، وبيكون درجنا وبيقضي على التنانين ببصه واحده بس. قوه جباره جدا بتخرج منه، وبنعرف ان راجنا المستقبلي طور اسلوبه بشكل مرعب لدرجه انه اتحد مع سيفه وبقى بيخرج الجينكي من اي جزء من جسمه وتخطى كل حدود البشر بقوه هائله جدا. وراجنا بيكمل ماشيه وبيختفي مره واحده وبيظهر قدام التنين الاعظم، والتنين بيخاف جدا وبيكون مرعوب. بيقول نفس الاحساس اللي حسيته قدام ملوك التنانين، دي القوه المطلقه. وراجنا بيتلف حواليه هاله مرعبه لاقصى الحدود، قوه خياليه. والتنين بيغضب جدا وبيتحول لتنين بالكامل وبيخرج كامل قوته وبيقول مستحيل بشر يقدر عليا، وبيقول له اتفرج على القوه العظمى وبيخرج كامل قوته. وكانت خيبه الامل، راجنا بيجمده في لمح البصر وبصبع واحد بس بيدمر التنين الاعظم في غمضه عين. يا جبروتك يا جدع، راجنا مرعب جدا وكله مصدوم محدش مصدق اللي شايفه. وراجنا بيروح وبيحضن ليو وبيقول لنفسه كل القوه دي بفضلك، وبيكون قصده على راجنا المستقبلي. وفي الوقت ده بيكون راجنا المستقبلي واقف مع واحده وبتقول له انت عارف ان اللي انت عملته ده ليه تمن، والماضي بتاعك مش هيطول في الدنيا دي، بس كل حاجه تعتمد على الماضي بتاعنا دلوقتي. وفي اليوم ده سقطت وهلكت 6 ممالك للبشر ووقعت تحت ايد التنانين، وفي نفس اليوم ولد اقوى واعظم واخطر مقاتل في التاريخ. وبيجي النهار وراجنا بيكون قاعد مع ليو وبيجي سايكس وبيقول لهم هتعملوا ايه؟ فراجنا بيقول لازم نخرج من المملكه لان زعيم التنانين امرهم بتدمير المملكه فمش هيجوا ورانا لو مشينا. وفي اللحظه دي سايكس بيقول لراجنا انت مين؟ انت مش راجنا الهفا اللي تعودنا عليه، وراجنا ما كانش بالقوه العظيمه ولا الفخامه والذكاء ده. وفي الوقت ده راجنا بيغمى عليه وبينام، وليو بتقول لسايكس ان راجنا كان بيتدرب كتير وبقى قوي بس القوه دي بتستهلكه بشكل كبير. وفي اللحظه دي بتحصل هزه قويه جدا فبيروحوا وبيشوفوها وبتكون جايه من الغابه، وليو بتروح لها بسرعه وراجنا نايم. وفي الوقت ده البنت اللي كانت
بتكلم راجنا المستقبلي بتقول دلوقتي هنتقابل يا راجنا، ومن هنا هتبدا الحكايه. الاحداث ولعت يا جدعان، ففوق معايا كده صديقي علشان العظمه اللي جايه دي. وهنا في الغابه بيكون في تنين قوي جدا ماسك طباخه ومساعدينه وبيعملوا له اكله وهو بيجربه وبيكون حلو، بس بيمسكهم وبيقول بس مش احلى من طعمكم، وبياكلهم. وبيكون في بنت تالته واقفه وراه وبتكون خايفه، وبيكون التنين ده هو سبب كل الفوضى اللي حصلت بره دي. وهنا سايكس وليو بيكونوا قاعدين بيقطعوا في الشجره اللي بتهجم عليهم، وفي الوقت ده الشجر بيخترق البيت وبيمسك راجنا وهو نايم، وليو بتروح بسرعه علشان تنقذه، بس الشجر بيهجم عليها وبيكون هيقضي عليها. بس في اللحظه دي بيصحى راجنا وبتنطلق قوه هائله جدا بتفرتك كل الشجر اللي حواليه، وبتكون حالته مرعبه جدا. وفجاه بيتحرك راجنا بسرعه مرعبه وبيجري، وليو بتجري وراه وبتنده عليه، وبس هي مش قادره تلحقه وبتقول راجنا بقى قوي جدا وسرعته مرعبه. وراجنا بيقول لنفسه هو انا نمت في وسط كل الخطر ده؟ بعد ما انقذت ليو حسيت بالامان، مع اني عارف ان الخطر لسه ما انتهاش. وبيدخل الغابه وبيلاقي التنين فبيهجم عليه وبيصيبه بضربه خطيره جدا وبيطيره، وبيقول لنفسه كل اللي حواليه التنانين بتهاجمهم وبيموتوا، وعلشان افادي ده لازم اقضي على التنانين كلها، بس مش هقدر اعمل كده لوحدي علشان نفسي المستقبليه ما قدرتش. وبيبص وراه وبيشوف البنت وبيقول لها انت ايه اللي جابك هنا يا كريموزون؟ ايه كريموزون؟ وبنعرف ان راجنا قصده على الملك كريموزون اللي كان عاوز يقضي على التنانين وبقى خاينه ونافوها، وده الملك اللي كان عاوز يقابل راجنا. بس البنت بتقول له كريموزون مين وانت مين اصلا؟ وبيكون راجنا المستقبلي اتحد مع كريموزون علشان يقضوا على كل التنانين بما فيهم كريموزون. بس البنت بتقول له اول حاجه انا بنت واسمي اليزا، ما اعرفش مين كريموزون ده. وفي الوقت ده بتيجي ليو وبتقول له انت سريع كده ليه يا جدع؟ وفي اللحظه دي بيرجع التنين وبيقول له انا تنين اعظم، ازاي تتجرأ وتعمل معايا كده؟ وبيهجم على راجنا، بس راجنا بيخرج كره من الطاقه وبيرميها في بقه وبيشتغل ليو وبيختفي فجاه وبيظهر وراه، والتنين بيتفجر في لمح البصر جمدانك يا راجنا. وراجنا بيقول لي ليو تمشي وتنقذ كل الناس وتبعدهم من هنا وهو هيخلص الموضوع هنا ويبقى يجي لهم. بس ليو بترفض وبتقول له رجلي على رجلك في اي حته انا معاك. بس راجنا بيرفض وليو بتتعصب وبتزعق، فراجنا بيقول لنفسه اول مره اشوفها متعصبه ومش قادره تتخذ الاختيار الصح، وبيقول لازم ما تهونش معاها، فبيقول لها لازم نبعد عن بعض. فبتقول له ليه يا راجنا وبتعيط، فبيقول لها علشان انت ضعيفه يا ليو، لو جيتي معايا هتموتي. وليو بتصدم صدمه عمرها مش مصدقه نفسها ان راجنا قال لها الكلام ده، وبتغضب جدا وبتهجم باقصى قوه على راجنا، وكانت خيبه الامل. راجنا بيتصد لها بصبع واحد بس وبيبعدها وبيقول لها الوداع يا ليو. وبيمر شويه وقت وليو بتصحى وبتلاقي نفسها مع سايكس وبقيه الناس وطالعين من المدينه ورايحين مكان تاني، وسايكس بيقول لها هو ايه اللي حصل بالظبط؟ فليو بتفتكر كلامها مع راجنا لما كانت بتقول له انها عاوزه يبقى عندها قوه جباره جدا وبتخلصش، وبتقول انا هجمت عليه باقصى قوتي وما قدرتش اعمل حاجه، وده لان راجنا بقى عنده القوه المطلقه اللي كنت بحلم بيها، بس ليه سبتني يا راجنا؟ وبتعيط. وهنا راجنا بيراقبهم من بعيد وبتيجي اليزا وبتقول له انت راضي كده؟ وبيكون بيعيط، فبيقول لها ايوه كل ده علشان احميها. وبيقول لها بس انت هتساعدني يا كريموزون اننا نقضي على كل التنانين. فبتقول له يا ابني انا لو تنينا اشعه الشمس هتحرقني. فبيقول له لا انت قوتك مختومه وبتعرف تغير شكلك وجنسك وقت ما حبيت، وهي مش فاهمه اي حاجه. وراجنا مصمم انها ملك التنانين كريموزون، وبيفتكر كلام كريموزون المستقبلي وهو بيقول له قابلني يا راجنا ومن هناك هتبدا حكايتنا، بس خد بالك مش هوثق فيك بسرعه. وده اللي بيحصل دلوقتي فعلا. فراجنا بيروح لها وبيزن عليها شويه، وفي اللحظه دي راجنا بيقع على الارض وبيغمى عليه، وفجاه البنت لون عينها بيتغير وبتكون هتعمل حاجه في جسم راجنا. دي شكلها كريموزون فعلا زي ما راجنا بيقول. وهنا راجنا بيشوف في المستقبل اول ما اتقابل مع كريموزون وبيكون هجم عليه واصابه، بس كريموزون ما كانش بيموت كل ما بيقضي عليه، وده لانه بيقدر يغير شكله. وكريموزون قال له انا اول مره اشوف بشر بقوتك المرعبه دي، وبيتحدوا مع بعض انهم يقضوا على التنانين واتفقوا ان راجنا يقضي عليها في الاخره. وبيمر الوقت وراجنا بيصحى واليز او كريموزون بيقول له هو صحيح ان زعيم التنانين امرهم بالقضاء على البشر؟ فبيقول له ايوه وعلشان كده لازم نقضي على التنانين ونقضي على احد الملوك وهو الملك اللي بيحركهم. فبتقول له ده مستحيل حد يقدر يهزمه. فبيقول لها لا نفسنا المستقبليه
قدرت تهزمه وحققوا اكتر من كده كمان، بس بعد 20 سنه. بس المره دي هنحققه بدري علشان احنا اتقابلنا يا كريمزون. فبتقول لنفسها بشري عارف هويتي الحقيقيه ازاي، وبتطلع دي كريمزون فعلا. وكلام راجنا كله صح، وبيقول ان راجنا بيشوف المستقبل، وبنعرف ان لما كان راجنا نايم هو فحص جسمه واكتشف ان جسم راجنا متحد مع سيفه، وانه ما بيستهلكش الطاقه لها انما هو بينتجها، ودي قوه جباره جدا. وبيكون متحمس جدا وبيقول ده راجنا ده يقدر يهزم ملوك التنانين لوحده. وفي اللحظه دي بيظهر تنانين وبيكونوا رايحين لاتجاه الناس، فراجنا بيشتل كريمزون وبيتحرك بسرعه خياليه وبيسيب اول واحده وبيلزقه في الارض حرفيا، وبقيه التنانين بتروح له. بس على مين يا معلم؟ راجنا بيظهر قوه مرعبه جدا وبيظهر سيوف من طاقته وبيهجم بيها على التنانين وبيفرتكهم واحد ورا التاني. يا جبروتك يا راجنا. واليز بتمسك سيفه وبتفحصه وبتتصدم وبتقول قوه سيف واحد من دول في قوه تخلي اضعف صياد تنانين يقدر يقضي على تنين اعظم. دي قوه جباره، لا دي خياليه، قوه مرعبه جدا، وكل ده في جسم واحد بس هو الاسطوره راجنا. وبتقول معنى كده اننا لو جهزنا جيش كامل بالسيوف دي هنقدر نبيد التنانين عن بكره ابيها. وكريمزون بيضحك ضحكه شريره وبيخرج سلايم وبيروح يمسك في التنانين. وفي اللحظه دي بيتحول كريمزون لشكله الحقيقي وبيزحق وبيقول للتنانين انتم الان قدام مولاكم. والتنانين بتموت. ومن هنا ظهر الملك كريمزون وبيدي الراجنا ازازه وبيقول له انا موافقه على عرضك بس بشرط انك تشرب اللي في الازازه ده، وده علشان لو عصيت اوامري اخليك تحس بالم ما حسيتوش في حياتك، وده لان قوتك بتشكل لي تهديد كبير جدا فلازم يكون عندي ضمان. ولسه ما كملتش كلامها راجنا بيشرب الازازه. من لحظتنا دي هنقتل كل تنين وكل ملكه وبعدها نقتل الزعيم. واول ما نخلص من كل حاجه فراجنا بيكمل كلامه وبيقول له هقتلك اول ما نخلص، وده فعلا اللي كريمزون بيخطط ليه. ومن هنا بدات حكايه الملكه مع الاسطوره راجنا. وفي الوقت ده بيكون في ملك من ملوك التنانين بيحاسب مجموعه من البشر ونازل فوقهم ضربه ومش راحمهم، وتنانين كتيره جدا بتقضي على صائد التنانين. ومن الناحيه الثانيه بيظهر سلايم تابع كريمزون وبيتعرف على راجنا. وكريمزون بيسال راجنا عن المستقبل فبيقول له خسرنا وما بيكونش فاكر اي حاجه تانية. وبيقول له انا اول ما شفتك افتكرت على طول. فبيقول كريمزون يعني ذكرياتك محتاجه تحفيز يعني. وبيمر الوقت وهنا راجنا وكريمزون بيروحوا وينقذوا صائد التنانين. وكريمزون بيقول راجنا عاوز اختبر قوتك على ملك التنانين. وبتقول للصيادين ما تخافوش اللي واقف ده راجنا قاتل التنانين يحميكم طول ما هو هنا. وبيقول لهم وانا كمان ساحر وبقدر استخدم السحر. وبيقول لنفسه هيكون سهل جدا التلاعب بالناس دي. وكريمزون بيستخدم سحره عليهم وبينومهم مغناطيسيا. وبيجي صياد تنانين وبيقول لهم ساعدونا في تنين قوي جدا وقوته مرعبه ومحدش قادر عليه. وبيقول لهم لما كنا في المدينه ظهر مره واحده اعصار مرعب جدا وبيدمر في كل حاجه حواليه. وفي الوقت ده انا حسيت بهاله شخص مرعبه جدا وانا متاكد ان في وحش مرعب جوه الاعصار ده. فكريمزون بيقول ده المقعد الثالث تنين اعظم تنين العاصفه. وفي الوقت ده راجنا بيقول انا رايح له وبيكون ماشي بس كريمزون بيلمسه وبيقول له لا مش هتروح او بالادق مش هتعرف تروح. وفجاه راجنا بيقع على الارض ومش قادر يتحرك. فكريمزون بيقول له انا شليت حركتك لفتره معينه علشان انت بتحمل جسمك ضغط اكبر من حجمه وعضلاتك عاوزه تستريح، واول ما تخلص معالجه جسمك هتقدر تتحرك تاني. وكريمزون بيقول للصيادين ما تخافوش ده راجنا تعبان بس شويه، وبيقعدوا يتحايلوا عليه علشان يساعدهم بس هو بيرفض. وبيعرضوا عليه انهم يدوا كل اسلحتهم بس بيرفض برضه. هو ايه اللي في دماغك يا كريمزون؟ وكريمزون بيضحك وبيقول لنفسه هم مصرين كده ليه؟ وبيقرب كريمزون منهم وبيقول لقائدهم انت حاسس بالذنب مش كده؟ علشان وانت بتهرب من العاصفه سمعت اصوات وراك عاوزين النجده وانت ما ساعدتهمش والعاصفه خدتهم وقطعت اشلاءهم مش كده؟ وكريمزون كل ده وهو عاوز يتحكم في عقولهم بشكل كامل. وكلام كريمزون بيدمر في عقولهم والقائد بيزعق وبيقع على الارض وبيقول له كلامك صح بس ما كناش هنقدر نعمل حاجه، مستحيل اقدر اقضي على تنين اعظم. فكريمزون بيقول له وانت فرحان بحالتك دي؟ فبيقول لها لا بس انا لو عندي القوه زيك كنت هقدر اعمل حاجه. وكريمزون بيضحك وهنا وصل كريمزون للي كان عاوزه وبيمسك سيف راجنا وبيقول له ده اللي انت محتاجه، سيف قاتل التنين بيقدر يقتل اي تنين. والقائد بيمسكه وبيوصل كريمزون للي هو عاوزه. وفي اليوم اللي بعده كريمزون بيفتح باب سري وبيدخلوا فيه وبيلاقي اوضه مخفيه ومليانه اسلحه وبيكونوا مصدومين. وبتكون دي اوضه كريمزون اللي مجهزها وبيكون فيها اسلحه متقدمه وقويه جدا. وكريمزون بيخلي راجنا يشحن الرصاصات بالقوه الفضيه بتاعته وبيعمل كده فعلا. وكريمزون بيكون حاسس ان راجنا في حاجه شغلها فبتقول له ايه اللي
متاكد؟ فبيقول له انت متاكد من فوزك على تنين العاصفه؟ فبيقول له ايوه انا، بس مش هضمن ان الصيادين دول هيكونوا عايشين ولا لا. وبتقول له ليه وصاحبتك هدفك انك تحميها مش كده؟ فبيقول له ايوه انا. فبيقول يعني لو ماتت ليو مش هيبقى ليك هدف انك تقضي على التنانين. وبيقول له ان هم بعد ما بقوا شركاء بقى خايف على ليو هي كمان. وراجنا بيقول له انا كنت بفكر يعني ان لو ليو جنبي هيكون امن من انها بعيد. فكريمزون بيقترح عليه فكره وبيقول له ايه رايك نخطفها ونديها ونهوم ونحطها في مكان امن جدا ومحدش هيوصل له. وراجنا بيكون هيضرب كريمزون وبيقول له ده انت شرير يا جدع. وكريمزون بيضحك وهو بيمشي. وكريمزون بيعرف ان مفيش ولا حد لسه عايش في المدينه وتنين العاصفه قضى عليهم كلهم. وبيقول لنفسه لازم ما اخليش ولا راجنا ولا الصيادين يعرف بده. وبيجي الليله وكريمزون بيلقي خطاب للصيادين علشان يحمسهم وبيكونوا طالعين في وقت قريب من الفجر وبيروحوا للتنين بالعربيه. والتنين بيقول للاسف وقت الفجر قرب هبقى اجيلكم بعدين. وفي الوقت ده كريمزون بيمسك مكبر صوته وبيتكلم وبيستفز التنين وبيقول له انت قاعد عندك كده وعامل لي فيها جامده، ما تيجي وتوريني نفسك. وبيستفزه اكتر وتنين العاصفه بيتضايق وبيقول ازاي بشري يتجرأ ويتكلم معايا بالاسلوب ده. وهنا كريمزون بيقول للصيادين يلا يا رجاله الشمس قربت تشرق يلا نقضي عليه. وبيكون كريمزون اختار الوقت ده بسبب ان الشمس قربت تشرق وبيحاصروا تنين العاصفه من كل حته. وفي الوقت ده قائد الصيادين بيقول لنفسه من اول ما الساحر ده جالنا وحسيت ان خوفنا اختفى وحسينا بالشجاعه والقوه وكانه سحر ادمغتنا، بس العدو اللي قدامي ده مرعب جدا ومش عارف جبت الفكره منين ان في صيادين ضعفاء زينا يقدروا يهزموا وحش زي ده. وبيكون مرعوب جدا، بس القائد بيزعق وبيقول لاصحابه ما تخافوش يا رجاله هنقدر عليه. وكريمزون بيضحك وبيتحرك بعربيه وبيطلقوا عليه ومكان الضربات بتتجمد. وكريمزون بيقول في فكره غلط عند البشر وهو ان السحر الفضي هو اللي بيتجمد، لا الهاله الفضيه هي اللي بتجمد السحر في دماء التنانين. وتنين العاصفه بيقول هم اخترعوا رصاصات بهاله فضيه ولا ايه؟ وبيقول بس ده مش هيأثر في العاصفه بتاعتي ولا هيهزها حتى. بس كريمزون بيقول بس ده هو اللي مفكره. وبيقول لصيادين تانيين يطلقوا بيعملوا كده فعلا وبتكون الاسلحه دي بالرصاصات محاطه بهاله الفضه وفعلا بتخترق العاصفه وبتاثر فيها جدا. والتنين بيغضب جدا ويقول هقطع عليكم. والصيادين بيكملوا ضربه وكريمزون بيفضل يستفزه والعاصفه بتكبر جدا. والتنين بيغضب وبيقول انتوا حشرات وازاي بتتجرأوا تتحدوني. وبيزعق وبيدمر في المباني كلها وبيزعق بعلو صوته بس على مين يا معلم؟ بيكملوا ضرب فيه والعاصفه بتخبط في جدار. وفي اللحظه دي بتتدمر العاصفه والتنين بيتصدم وبيقول هو ايه اللي بيحصل؟ وبيكون دراجنا وهو اللي محاوط السور ده بهالته وبيغرزوا رمح فض في جسم التنين. والتنين مش مصدق هو ايه اللي بيحصل، التنين مش مجمع ايه اللي حصل فيه. والشمس بتحرق جلده وبيحاول يتحكم في الرياح وبيقدر يهرب من الصيادين. وفي الوقت ده العربيه بتتحرك وبتخبط التنين وبتفرمه حرفيا والقائد بيطلق عليه بقوه وبيفرتكه وبيقضوا عليه. وكريمزون بيقول لو كان تحول لشكله النهائي كان هيقدر يستدعي اكتر من 8 اعاصير في نفس الوقت وكانت خطتي فتفشل، بس هو ما تخيلش انه هيخسر قدام مجموعه بشر. وهي دي اخره الكبرياء والغرور. وفي الوقت ده راجنا بيقول لنفسه كريمزون قوي جدا واكتر حد خطير لحد دلوقتي وكل المعركه دي وكان بيجرب قوتي بس وما كانش معتبر ان دي معركه ولا حاجه. وهنا اكتشف راجنا روح بكريمزون وبعدها الصيادين بيشكروهم وبعدها بيمشوا. وكريمزون بيقول لراجنا الوجهه الجايه للعاصمه الملكيه. وهنا في العاصمه بيوصل الملك خبر هلاك مدينه معينه وبيقول له مين الدوله اللي عملت كده؟ فبيقول له مش الدوله اللي عملت كده يا ملكه. فبيقول له امال مين؟ فبيقول له اول ما غربت الشمس نزلت صواعق ورعد من السماء وبعدها جت جيوش من التنانين ودمروا المدينه بالكامل. فالملك بيقول لنفسه هو ايه اللي خلى التنانين غاضبه؟ بس احسن حاجه ان العاصمه متحوطه بحاجز مقاوم لكل التنانين. وفي اللحظه دي بيظهر حد في السماء والزمن بيقف فجاه. هو ايه اللي بيحصل يا جدعان؟ بس الملك بيقدر يتحرك والملك بيقول هو ايه اللي بيحصل؟ وفي الوقت ده بتنزل واحده من السماء وبتقول له اسفه على دخولي ده انا المقعد الاول الملكه المجنحه التيماتيا. يا جدعان المقعد الاول بنفسه نزل للملكه والملك بيتصدم وبيقول ايه اللي جابها دي هنا؟ وبيقول لها طب والحاجز؟ فبتقول له الحاجز اللي بيحمي العاصمه عن طريق اشعه الشمس ما عملتش فيه حاجه بس انا واقفه وحرانه شويه. ده الشمس مش مؤثره فيها. وبتقول لك حرانه والملك مصدوم ومش قادر يتكلم وبتقول له انا جيت هنا علشان اعتذر لك علشان تابعي اخترق المعاهده ودمر مدينه من مدنك. والملك بيكون مستغرب وبيقول سلوكها وطريقه كلامها ولا كانها ملهكه، بس ازاي دي المقعد الاول؟ وبنعرف ان في حرب البشر والتنانين من الاف السنين دي الملكه الوحيده اللي
ما شاركتش في الحرب وما عندهمش اي معلومات عنها. والملك بيقول لنفسه ما دام الحاجز ما حصلوش حاجه يبقى اقدر اقضي عليها، وده عن طريق القوه اللي متخزنه في الحاجز. وفي الوقت ده التماتيا بتقول له انا ما كنتش عاوز الناس اللي في العاصمه يحسوا بالالم قبل موتهم، كنت عاوزاهم يموتوا من غير ما يحسوا بحاجه. والملك بينصدم، انت بتقولي ايه؟ مش انت جايه تعتذري لي علشان دمرتوا المدينه؟ فبتقول له ايوه انا، بس لازم العاصمه دي تتبادى وده طلب زعيمنا. دي البشريه كلها هتشوف ايام سودا يا جدعان. والتماتيا بتقول له وانا ارسلت اتباعي لكل المدن القريبه من هنا. فبيقول لها وقفيهم بسرعه. فبتقول له مش هينفع. فبيقول لها انت كده هتجر حرب بينكم وبين البشر. فبتقول له مش هتلحق تحصل حرب اصلا. يا جدعان ده شكل التماتيا ناويه تخلص على طول. والملك بيقول ما عنديش خيار تاني، وبيفعل اقوى سلاح عند المملكه وبيجمع كل الطاقه اللي في الحاجز وبيكون هيطلقها مره واحده. بس في اللحظه دي حد بيظهر وبيقضي على الملك في لمح البصر وبيقول له ما حدش يقدر يرفع سلاح قدام ملكتنا. وبيكونوا دول اتباع التماتيا. والتماتيا بترجع بالزمن وبترجع الملك للحياه من تاني. والملك بيكون مرعوب جدا وبيقول مش انا كنت ميته ازاي عشت تاني؟ فبتقول له انا رجعت الزمن قبل ما تموت. فبيترعب اكتر من قوه التماتيا وبتقول له كمان شويه هينتشر الرعب والخوف في المملكه دي، بس انت قادر انك ترحم شعبك بالالم والرعب ده عن طريق انهم يموتوا مره واحده من غير اي دوشه. وهنا التماتيا راحت لشخص معين وبيكون حالته تصعب على الكافر وبتقول له الخطه بدات بس في شويه مفاجات حصلت، وهي ان المقعد الثالث والمقعد الثامن والعاشر اختفوا بالقرب من الحدود الجنوبيه، واحتمال اللي قتلهم دي قوه غير معروفه. فبيضحك الشخص ده وبيقول يا ريت بس يكون قوي. والتماتيا بتضربه وبتقول له كل اللي حصل ده بسبب تهورك، وبتطلع قلبه وبيكون ده قلبه وبيمتصه وبيرجع جسمه من تاني. وبتقول له بموجب الاحداث اللي بتحصل دلوقتي انتهت عقوبتك. المقعد الثاني تنين البركه والت كروي. وبتقول له اقضي على المتمردين. فبيقول لها سيب الموضوع ده عليا وبيمسكها وبيقول لها لو قضيت عليهم هتحضنيني كمكافاه. فبتضربه بقوه جدا بس الولد ما بيحصلوش حاجه وبيضحك وبتقول له روح يلا اقضي عليهم. فبيقول لها هستمتع بوقتي الاول فانا اقدر افرتكهم في اي وقت. وبيختفي في لمح البصر. الولد شكله مرعب يا جدعان. وفي الوقت ده راجنا افتكر لحظات من المستقبل وهو كان واقف قدام التنانين العظمى كلهم وما كانش قادر يعمل حاجه لانه تهور وقتلهم كلهم مع بعض. وراجنا كان يائس جدا من نفسه وخلاص هيستسلم. وفي الوقت ده المقعد الثاني والت كاموي بيمسكه وبيرفعه وبيقول له زعلان من نفسك عاوز تموت؟ انا مش هموتك، هخليك تقطع نفسك من كتر الالم. والتنانين مش موافقين على قراره. فبيقول لهم من امتى الطيبه دي يا رجاله؟ وعلى العموم محدش هيقدر يمنعني. ده المقعد الثاني بيتهور وبيتحدى كل التنانين وحتى التماتيا. بس في اللحظه دي التماتيا بتطير راسه بقوه مرعبه وهو بيضحك ولا كأن اي حاجه حصلت. والتماتيا بتقول ده قراري وهو اننا هنضمه معانا للتنانين. التماتيا عاوزه تحوله لتنين وتخليه تنين اعظم. وفي الوقت ده المقعد العاشر بيقول لراجنا انتوا عندكم اعتقاد غلط وهو اننا اتولدنا كده من العدم، بس لا احنا التنانين العظمى كنا في الاصل بشر بس منحنا دم التنانين. وراجنا بيتصدم. واحد بيقول صحيح كل كراهيتك اتجاهنا هتختفي لما تتحول. والتماتيا بتخرج سيف من الدم وبتقول هغرزه في قلبك وبعدها تتحول وبتعمل كده فعلا. وراجنا بيصرخ بعلو صوته وبيحس بألم شديد جدا. وفي اللحظه دي راجنا بيفوق وبيكون مصدوم جدا وبيقول لنفسه التماتيا لازم اقضي عليها المره دي. وكريمزون بيفكر وبيقول لنفسه انا لسه لحد دلوقتي ما اعرفش قوه راجنا ومدى تطور قوته فهاجل القضاء على التماتيا دلوقتي. بس هي حررت اقوى تنين وهو والت كاموي وهيتوجه لمكان تاني. وكريمزون بيخطط انه يخلي راجنا يقاتل التماتيا في العاصمه. دي شكلها هتولع يا جدعان. وهنا بيدخلوا العاصمه وبتكون زحمه جدا. وكريمزون بيتنكر في شكل بنت وبيقول لراجنا ما يمشيش من هنا ولو مشي يرجع بسرعه. وبيسيب السلايم بتاعه مع راجنا وبعدها بيمشي وبيكون بيحلل المكان كله وبيجمع معلومات. وبيلاحظ ان السكان بيقلوا جدا من غير ما حد ياخد باله. وبيطلع ان حراس التماتيا بيقضوا على عدد معين من البشر في العاصمه من غير ما حد يحس. وفي الوقت ده التماتيا بتكون ماشيه بين الناس في العاصمه وبتشوف طفل بيعيط. وهنا كريمزون بيروح لشخص معين وبيكون ده خادم كريمزون واسمه جوليم.
وبتيجي واحده كمان، ودي كمان خادمه كريمزون واسمها تشيميرو. وكريمزون بيقول لهم انا عاوز راجنا يقاتل التماطيا ولازم كلنا نتعاون علشان نقدر نقضي على الملك المجنح. وهنا الجيش بيجمع الناس وبيلقوا خطاب علشان يهدوا الناس وفهموهم ان البشر منتصرين على التنانين. وفي الوقت ده راجنا بيكون بيتفرج وبيقول ده فخ. وهو ماشي في اللحظه دي بتعدي واحده من جنبه، وراجنا بيحس بحاجه وبيفتكر كلام كريمزون لما قال له ما تقاتلش التماطيا لو قابلتها. وبالفعل بتكون دي التماطيا وبتكون واقفه قدامه وبتقول له انت كويسه. راجنا مصدوم ومرعوب جدا ومش عارف يعمل ايه، وبيقول لنفسه التماطيا قدامي لوحدها اقاتلها؟ لا، لازم استنى واتبع اوامر كريمزون. بس راجنا محتار جدا ومش عارف يقاتلها ولا لا، وبيقول هي لوحدها اقدر الزمها دلوقتي. وبيقول لنفسه انا متردد ليه. ومن الناحيه الثانيه تابع كريمزون بيوري له اللي حصل في قصر الملكه واللي التماطيا عملته، وكريمزون بيضحك ضحكه شريره. وهنا وولت كاموي راح للصيادين اللي ساعدهم كريمزون ورجنا انهم يقضوا على تنين العاصفه، وبيقول لهم مين اللي ادالكم السيوف الفضيه دي؟ شكلها تبقى مردغانه يا جدعان. وهنا رجنا بيكون هيقاتل، بس السلايم بيتكلم مع التماطيا ورجنا بيتراجع وبيقول لازم اهدى هبقى قاتلها بعدين مع كريمزون. والسلايم بيبص للولد اللي معاها وبنعرف ان التماطيا بتكون بتساعده علشان يدوروا على امه وابوه. وفي اللحظه دي رجنا بتشتعل نيران غضبه وبيفتكر كل الخراب والدمار اللي عملوه للتنانين، وبيقول لها انت ليه بتساعدي؟ فبتقول له انا مش محتاجه سبب علشان اساعد حد، وعينها مليانه براءه ولطف. ورجنا بياخد السلايم وبيكونوا ماشيين، بس التماطيا بتقول لرجنا احنا اتقابلنا قبل كده، فبيقول لها لا. وفي الوقت ده بيجي نيبوليم حارس التماطيا وبيروح لها ورجنا بيقف مكانه. وهنا كريمزون بيكتشف نقطه ضعف التماطيا وهي انها ما بتقدرش توقف الزمن وترجعه في نفس الوقت. يا سلام، وفيها كده حاجه كريمزون. بس كريمزون بيقول يعني لو قتلناها هترجع بالزمن ونقتلها تاني قبل ما تعالج نفسها، وهترجع الزمن مرارا وتكرارا لحد ما سحرها يخلص. وفي الوقت ده هنقضي عليها بشكل كلي. يا ابن الشريره يا كريمزون، دماغ توزن بلد يا جدعان. بس كريمزون بيقول وبرضه احتمال اكيد انها مش هتكون بالسهوله دي، والتماطيا هتستخدم قدر كبير من سحرها علشان تنفذ هجمات هائله. بس رغم قدها وقدودها وهيقدر يتصدى ليها، وبتأمر الاثنين دول انهم يمنعوا اي حد من مساعدين التماطيا يتدخل في المعركه دي. نرجع تاني لراجنا اللي بيكون مشي وبيقول لنفسه انا ريت رجعت، انا في المستقبل كان مستحيل اعمل كده. وبيغضب من نفسه جدا وبيقول للسلايم رن على كريمزون ووصل له الكلام ده وقول له انا لقيت الهدف. وبعدها راجنا ماشي. ده شكل راجنا ناوي يقاتل التماطيا يا جدعان. ومن الناحيه الثانيه كريمزون بيقول لنفسه راجنا مستحيل يعصى اوامري، انا من اول ما عرفته وانا ببعت لعقله اشارات علشان يطيع اوامري. وفي الوقت ده السلايم بيرن على كريمزون وبيقول له على اللي حصل، وكريمزون بيتصدم. نرجع تاني لراجنا اللي بيكون واقف وبيتصنت على التماطيا وبيسمع التماطيا وهي بتقول لنيبوليم الطفل ده وعيلته هيموتوا امتى، فبيقول لها النهارده. وبتقول التماطيا مفيش حد هيقدر يهرب من الموت، بس هنقدر نهرب من الالم. وراجنا بيتضايق جدا وبيغضب وبيعرف انهم بيقتلوا البشر في المملكه من غير ما حد يحس. وفي اللحظه دي راجنا بيظهر قدام التماطيا وبيقول انا عرفت انا كنت غاضب من نفسي ليه. انا ما انسحبتش علشان اكون هادي، لا انا انسحبت علشان خفت. انا خفت من قوتك وطبيعتك الغامضه. وراجنا بيزعق وبيكون غاضب جدا. وفي الوقت ده نيبوليم جسمه بيتكسر وبيطب ساكت على الارض. راجنا بدا فعلا. وراجنا بيقول اسف يا كريمزون بس لازم اقاتل بنفسي. وبيخرج سيفه والتماطيا بتتصدم وبتقول اذا انت عدو لينا. وبتخرج جناحها وبتكون هتوقف الزمن، بس على مين يا معلم؟ راجنا بيصيبها بضربات كتيره فتاكه وبيقطعها الحتت، بس التماطيا بترجع الزمن مره تانية وبتكون هتوقف الزمن بس ما بتلحقش. وراجنا بيصيبها بضربه مرعبه جدا وكل اللي موجود بيحس بقوه راجنا المرعبه وبتنتشر الفوضى في المملكه كلها. وراجنا بيشق التماطيا نصين وبترجع الزمن وبتكون غضبانه جدا وبتشن هجوم مضاد بقوه جباره. بس ده راجنا يا معلم. راجنا بيخترق النار وبيطير التماطيا في الهواء، والتماطيا مصدومه ومش قادره تستوعب هو ايه اللي بيحصل. وفي اللحظه دي راجنا بيديها بوكس بيدغدغ وشها، وراجنا بيقول ارجعي بالزمن زي ما انت عاوزه. وفي الوقت ده التماطيا بتهجم على راجنا بلهب قوي جدا، وراجنا بيهجم عليها بسيوف الفضه بسرعه مرعبه، والسيوف بتخترق جسم التماطيا وراجنا بيتصدى اللهب بتاعها. وراجنا بيقول اعظم تكفير للي انت عملتيه في الناس هو انك تموتي. وهنا كريمزون بيعرف ان راجنا بيقاتل التماطيا وبيكون غاضب جدا لانه متوقعش ان ده هيحصل بالسرعه دي، وبيأمر خادمته ترجع وبيقول لنفسه كده كان الهدف من القتال ده اختبار مدى قوه راجنا، لو فاز هيكون انتصار مهم جدا. وكريمزون بيأمر مساعده الثاني انه يروح ويقاتل مساعد التماطيا ويمنعه انه يتدخل في القتال. وكريمزون بيقول لنفسه بس لو التماطيا استخدمت سلاحها السري الخطه هتتغير. بس بتقول اما نشوف يا راجنا
راجنا هتقدر تحطم امالها للدرجه دي ولا لا. وراجنا نازل في التماتيا ضربه مش راحمها وبيسيبها بضربات مرعبه، والتماتيا مش قادر ترجع الزمن علشان راجنا مش مديلها اي فرصه. بس في اللحظه دي مساعد التماتيا بيكون امتص كميه كبيره من دم البشر وبيكون هيطلق هجوم مرعب على راجنا. بس في اللحظه دي المدفع بيتقسم نصين وبيكون ده مساعد كريمزون، وفي الوقت ده بيظهر حاجز حوالين راجنا وراجنا مش قادر يتحرك، وبتكون دي قوه نيبوليم وبيكون لسه عايشه وبيقول لسه شويه بس على ما التماتيا تستعيد قوتها. وفي الوقت ده التماتيا بتهجم بهجوم قوي جدا على راجنا وبتكون هتقضي عليه وتحبسه بشكل نهائي. بس راجنا بيخرج كامل قوته وبيدمر حاجز نيبوليم، وفي الوقت ده السلايم بياكل نيبوليم واكتمل تجديد التماتيا، والتماتيا بتكون هتوقف الزمن. هتعمل ايه يا راجنا؟ بس في اللحظه دي راجنا بينطلق بقوه مرعبه وبيخترق الحاجز وبيسيب التماتيا قوه لم يشهدها العالم من قبل. والتماتيا مش مصدقه ازاي في شخص بالقوه دي، وبتفتكر كلامه ويلت كاموي ليها وكان بيقول لها على فكره انت ضعيفه يا التماتيا، انت محتاجه من 1 ل 10 ثواني علشان توقف الوقت، وده طويل جدا بالنسبه لنا، ده وقت كبير وكافي اننا ندمر كل خلاياكي. فبتقول له انتوا مين؟ فبيقول لها انا واي شخص وصل لمستوايا من القوه. ده معنى كده ان ويلت كاموي بقوه راجنا او حتى اقوى منه، وراجنا بيصيبها بضربه صاروخيه وبينزعها في الارض وبيقول لها دلوقتي طلعنا بره العاصمه يعني اقدر اخرج كامل قوتي، وبيصيبها بضربات مرعبه وبيعمل انفجار كبير جدا. وبتفتكر كلام ويلت كاموي وبيقول لها لو قتلت واحد زي كده هتحتاجيني جنبك، بس لو ما كنتش موجوده هينتهي بيك القتال بالتدمير وبس. وقال لها وفي الظرف ده استخدمي ورقتك الرابحه وهتخلصي النزال في ثانيه واحده بس. ايه ده يا جدعان؟ وفي اللحظه دي التماتيا بتستخدم كامل قوتها وبترجع الزمن فعلا قبل ما تبدا المعركه، وراجل مصدوم ومش مصدق هو ايه اللي حصل، وبيقول لنفسه لازم اعمل حاجه بسرعه قبل ما توقف الزمن. لسه ما خلصش كلامه التماتيا بتوقف الزمن. يا جدعان هتعمل ايه يا راجنا في الموقف ده؟ والتماتيا بتقول ان دي مهارتها السريه وبتستهلك منها قوه كبيره جدا، وبتكون دي كل قوتها، وانت قدرت انك تشكل تهديد خطير عليا، بس مش عارفه انت مين، بس لازم اقضي عليك. معقول راجنا هيموت ولا ايه؟ وفي اللحظه دي التماتيا شافت صابع راجنا بيتحرك واتصدمت وبتقول مستحيل، ازاي؟ ولا دي كانت مخيلتي؟ ما ينفعش اصلا انه يقدر يتحرك. وفي الوقت ده نيبولون بيصيب راجنا وبيصيب ضربات كتيره جدا وبيكونش رحمه، بس التماتيا بتوقفه، وبنعرف ان حراس التماتيا بيقدروا يتحركوا لما توقف الزمن وده بارادتها. والتماتيا بتقول لنيبولون ان راجنا ما اثرش في اي هجمه من هجماتي وكانه مقاوم للسحر، ومع كل الضربات اللي انت ضربتها له دلوقتي مفيش ولا اصابه خطيره في جسمه وبتكونش عارفه ازاي تقضي عليه. وبتقول لمساعدها التاني انا سمحت ل3 بس بالتحرك بعد ما وقفت الزمن، انت والنيبولون والملكه، فانا عاوزه الملك يهجم على العدو بقوه الحصن سلاح المملكه السري. وبتقول اتوقع ان ده هيقضي عليه بشكل كلي. ومساعدها بيقول لها بس خدي بالك ان في واحد كمان مع الشخص ده، وبتقول له ندور عليهم بعد ما نخلص منه. وبتطلب من نيبولون انه يعمل حاجز، وبتبص لراجنا وبتقول لنفسها مش عارفه ليه حاسه انه قريب مني او من عيلتي. وبعدها بتكون ماشيه وفي اللحظه دي راجنا بيتحرك وبيقول مش هتهربي، والتماتيا بتتصدم وراجنا بيجري ناحيتها، والتماتيا مش مصدقه ازاي بيتحرك ومش شايف قدامه غير الدمار والحقد. والتماتيا مش مصدقه نفسها، ما ينفعش تتحرك من غير اذني. ونيبولون بيظهر حاجز قوي جدا على التماتيا، بس راجنا بيخترق الحاجز بكل قوه وبيقرب من التماتيا وبيقول لها انت خايفه مني. والتماتيا مرعوبه، وراجنا بيخرج سيفه وبيصيبها بضربات سريعه ومرعبه جدا وبيقطعها حتت. يا جدعان هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وتوقف الزمن بيختفي والزمن بيرجع زي ما هو، ونيبولون بيمسك الجزء المتبقي من التماتيا وراجنا بيهجم عليها بكل وحشيه. والتماتيا مش عارفه تعمل ايه وبتقول انا لو رجعت الزمن مش هقدر اعمل حاجه وهيقضي عليا تاني، ولو وقفته هو مش هيقف. والتماتيا خلاص ما قدامهاش خيار تاني غير انها تموت، وبتزعق وبتقول انا هموت. تنده على ويلت كاموي وبتقول ليه انت مش هنا؟ وفي اللحظه دي راجنا بيقف وبيخرج دم من كل جسمه. هو ايه اللي حصل يا جدعان؟ وراجنا ما بيقدرش يتحرك وبيكون وصل لحده خلاص. وفي الوقت ده مساعد التماتيا بيكون هيطلق سلاح العاصمه وبيعمل كده فعلا وبيعمل انفجار كبير جدا، بس بيظهر كريمزون وبيساعده وبيقول راجنا ما نفذتش اوامري وانتهى بيك الوضع خسران. ومساعدين التماتيا بيطلبوا منها توقف الزمن، بس هي في حاله صدمه ومرعوبه من جبروت راجنا. وكريمزون بيقول لنفسه التماتيا كانت واثقه تمام الثقه في قوتها وايقافها بالزمن، بس الثقه دي كلها راجنا قام بالواجب وكسرها، ودلوقتي هي مرعوبه من راجنا. وبالفعل التماتيا مش قادره تفكر في اي حاجه تانية غير ان ازاي راجنا قدر يتحرك وهي موقفه الزمن. ونيبولون ومساعدها التاني بيندهوا عليها علشان توقف الزمن، بس التماتيا
في وادي تاني خالص، بس بتكون هتوقفه. وفي الوقت ده كريمزون بيقول انت لسه فيكي نفس، وبيفجر اماكن كتير جدا، والتماتيا بتصدم وبتنهار حرفيا ومش فاهمه كل ده بيحصل ليه وازاي. دماغ كريمزون دي دماغ شيطان يا جدعان. وكريمزون بيقول دلوقتي ما قدامكيش الا اختيار واحد بس، وهو انك ترجعي بالزمن، يلا استخدمي سحرك. والتماتيا بتصرخ وبتكون هترجع بالزمن، بس في اللحظه دي نيبلون بيوقفها وبيقول لها ان استخدمتيها سحرك هيخلص وهتموتي، وده اللي حوسه العدو. والتماتيا بتهدى وكريمزون بياخد راجنا وبيمشي. والتماتيا بتقول اعمل ايه؟ انا مش قادر اعمل اي حاجه، ولا اقضي على العدو ولا امنع الالم ولا اي حاجه. والناس كلها بيحسوا بمعاناه كبيره جدا بسبب الدمار والخراب اللي سببه كريمزون. وكريمزون بيروح للتابع بتاعه وبيضربه وبيقول له انا فاكر اني قلت لك تكتر قنابل عند الصوره والبرج، ما عملتش كده ليه؟ لو كنت اتبعت التعليمات بالحرف كان زمان التماتيا دلوقتي ماتت. والتابع بيعتذر جدا. كريمزون ده يا جدعان خطير جدا. وكريمزون بيفتح باب وبيدخلوا، وبنعرف ان دي اوضه منفصله عن العالم بشكل كامل، ودي هي اكبر كنز لكريمزون. وهنا نيبلون بيكون غاضب جدا ان ما قدرش يحمي التماتيا، وبيقول لو كان وولت كاموي هنا ما كانش ده كله حصل. وفي اللحظه دي بيخرج نيبلون كامل قوته، وكريمزون بيحس بيها، ونيبلون بيعرف انهم في بعد تاني. وكريمزون بيقول مش هيقدر يلاقيني. هو قدر يعرف ان احنا في بعد تاني، بس مش هيقدر يخترق الحاجز بتاعي. وكريمزون بيقول انتهت مهمتي هنا، دلوقتي احنا هنبعد عن المكان ده ونستعد للفتره وبعدها نرجع تاني. وفي الوقت ده راجنا بيصحى بس ما بيكونش قادر يتحرك، وبيقول لا مش هنرجع، انا لسه ما خلصتش، التماتيا لسه عايشه. فكريمزون بيقول له المعركه خلصت خلاص، وانت عملت اللي عليك وزياده واثبتت انك تقدر تهزمهم. وكريمزون بيقول ما تقلقش انا راضي. فراجنا بيزعق وبيقول له انا مش مهتم انت راضي ولا لا، التماتيا لسه عايشه، هو ده اللي يهمني. راجنا شكله خرج على السيطره يا جدعان، وبيخرج قوته مره تانيه. وفي اللحظه دي كريمزون بيزعق وبينده لكيميرا، وكيميرا بتمسك راجنا، وكريمزون بيزعق له وبيقول له ازاي تتجرأ وتستخدم قوتك هنا، مش واحد زيك اللي هيضيع تعبي كل ده. وراجنا بيكون عمل شق صغير في الاوضه. وفي الوقت ده نيبلون بيلاقيهم وبيهجم عليهم من بره، وكريمزون بيتعصب جدا وبيقول مش واحد من اتباع التماتيا هيقدر عليا. بيأمر جولم يقتله، وبيعمل كده فعلا وبيسيبه بضربه قويه، بس مساعد التماتيا بيهجم عليه وبيفرتكه، وراجنا بيقف وبيخرج قوه جباره، وكذلك نيبلون، والاثنين مستحلفين لبعض. واوضه كريمزون بتتدمر، وكريمزون بيزعق وبيقول انت عارف ايه اللي هيحصل لك بعد ما خطتي تتدمر يا غبي. وراجنا مش شايف قدامه غير انه يقتلهم وبس. وفي اللحظه دي بيحصل حاجه غريبه، وراجنا وكريمزون بيتنقلوا. وهنا في مملكه ليزي بنعرف ان راجنا وكريمزون اتنقلوا لمكان غلط ونزلوا في مملكه ليزي، والحراس مسكوا كريمزون. وكريمزون بيقول اتقبض عليا من قبل اكتر واحده رخمه في كل البلاد، ملكه مملكه ليزي ستارليا ليزا. والملكه ليزا بتسال ايه اللي حصل، فبيقولوا لها ان في اتنين اتنقلوا عن طريق دوائر التنقل وجم هنا. فبتقول لهم امال التاني فين؟ فبيقولوا لها التاني مغمى عليه وعملنا له فحص وطلع انه بشري مش تنين، وجايبين كريمزون لهنا علشان يستجوبوه. وبنعرف ان الملكه ليزا دي اتولدت من غير ولا ايده، بس كان عندها قوه جباره وعينها بتقدر تشوف حالة كل شخص، وبتعرف هو بيحس بايه، وبتقدر تتحكم في اي حاجه حواليها وتصنع سيوف، وبقت من اقوى البشر. ودلوقتي هي بتشكل خطر كبير على التنانين، وتقدر هي وجيشها يهزموا تنين اعظم. وكريمزون بيقول لنفسه بس اللي بيضايقني في الملكه دي قدره تانية غير كل ده، وهي ان محدش يقدر يكذب عليها. وليز بتوجه سيوفها ناحيه كريمزون وبتقول لكريمزون قول لي بقى انت مين وايه اللي جابك هنا. وكريمزون بيقول لنفسه سيبوني بقى ثانيه افكر. وكريمزون بيقيم الوضع اللي حواليه وبيقول دلوقتي في اتنين من التنانين العظمى بيستهدفوا الجيش ده، والاهم دلوقتي ان انضم ليهم واتعاون معاهم والا موتنا كلنا. بس اللي ما يضايقني في كل ده هي عين ليزا، علشان بتقدر تميز هالة اي حاجه وبتقدر تحكم على اي شخص من خلال تغيير هالته. وكريمزون بيكون متضايق وبيقول كل ده بسبب الغبي راجنا. وليز بتقول له ما بتجاوبش ليه، مش سالتك. فكريمزون بيسترجع تركيزه وبيظهر عينه التانية وبتكون دي عين التنينة وبيقول انا ساحرة. وبنعرف ان من 7 سنين كانت الاميرة ليز صغيرة وماشية في القصر، وفجأة بتوقع قائد القوات المسلحة، وفجأة بتخرج سيوفها وقضت عليه. وساعتها الناس قالوا ان الاميرة اتجننت، بس بعد شوية تحقيق اكتشفوا ان قائد القوات المسلحة كان مخطط مع المملكة اللي جنبهم انهم يعملوا انقلاب على مملكة ليزا. وسألوا الاميرة ازاي عرفتي؟ فقالت لهم انا بعرف الناس اللي لازم تموت. وهنا كريمزون بيقول لها انا ساحرة وكنت شغال في الصيدلية في العاصمة، وبنعرف ان السحرة دول هم بشر اتولدوا بكمية كبيرة من السحر، ونتيجة
ونتيجة لكده ظهر في اجسامهم علامات شبه التنانين، ونعرف ان في واحد منهم موجودة، وعلشان كده كريمزون استغل النقطة دي. وفي واحد بيسأل كريمزون ايه اللي بيحصل في العاصمة دلوقتي، وبيقول له العاصمة كانت هادية وفجأة تعرضنا لهجوم التنانين، وكريمزون بيتحكم في هالته وبيحاول يحافظ عليها، وبيقول ومات عدد كبير جدا من الناس، وكان في انفجارات كثيرة جدا. بعدها خدت المساعد بتاعي واستخدم سحر الانتقال الفوري، وجينا هنا بالغلط. واحد بيقول يعني العاصمة بقت تحت سيطرة التنانين، وفي واحد تاني بيسأل كريمزون وبيقول له انت اتعلمت السحر فين؟ السحر ده مش الحاجة اللي تقدر تتعلمها من غير معلم، وبالاخص سحر قوي زي الانتقال الفوري، او انت من السولاريين. فكريمزون بيقول له لا انا مش منهم، انا ساحر عادي. ونعرف انه السولاريين دول هم اقوى انواع السحرة وعندهم جماعات كتيرة. فكريمزون بيقول لنفسه الطريقة الافضل دلوقتي اتحكم فيهم عن طريق ان اكون المستشار بتاعهم. وفي اللحظة دي الملكة بتقول له انت كاذب، انت كسبت في الاجوس الاخيرة. وبتقول انا بعرف الشخص اللي بيكذب من اللي ما بيكذبش عن طريق ان انا بشوف تقلبات الهالة بتاعته. بس بتصدم كريمزون وبتقول له بس مش دي الطريقة اللي بكشف بيها الكذبة، علشان شوية تدريب ممكن تتحكم في هالتك عادي، انما انا بشوف لون الهالة، لو كانت زرقاء يبقى انت صادق، وان كانت حمراء يبقى كاذب. وبتكون لون هالة كريمزون زرقاء بس ظهر فيها حتة حمراء في الجزء الاخير. فكريمزون بيقول لها انا كذبت في الحتة الاخيرة، بس انا فعلا مش من الساريليون. وفي اللحظة دي بتجيب السيف من ناحية كريمزون وبتخليه يمسكه، وبعدها بترجعه تاني وبتقول انها بتعرف ما وراء المشاعر عن طريق لمس سيفها، وبتبدأ تعرف في حراسها بداية من ستيرفن قائد الجيش، وبتيجي للعجوز اللي واقف ورا وبيكون اسمه جارما، وده سيد السيوف هنا، وبالنسبة ليها هو ملزوق في سيفه. وبتقول ان دي طبيعتهم، اما طبيعتك انت كتلة عملاقة من السواد والشر، انت قتلت عدد عائل جدا من الناس، وبتأمر حراسها يطلعوا سيوفهم. وبتقول لكريمزون انت قتلت قد ايه، الاف ولا مئات الالاف، حتى انت شكلك انت اللي ورا متفجرات في العاصمة. وكريمزون مش عارف يعمل ايه، والملكة بتأمر بقتل كريمزون وبتطلق السيوف بقوة جبارة. وكريمزون بيقول لنفسه يا خسارة، كنت عاوز اساعدكم بس انا كده هصحى تاني وهستخبى لحد ما تيجي الفرصة واخرج رجنا من هنا ونهرب. وكده اتنين من التنانين العظمى جايين هنا، قتله حلو بقى ولسه الضربة هتيجي في كريمزون. في اللحظة دي بيظهر رجنا وبيتصدى للسيف في لمح البصر، وكله بيتصدم. وستيربن بيقول لنفسه هو ظهر من هنا ولا دخل ازاي، وبيبص على الباب بيلاقي العجوز مرمي على الارض وبيتصدم. وفي اللحظة دي الملكة بتقع على الارض هي كمان وبتشاور على رجنا وبتقول سيف بيتكلم ازاي. وكريمزون بيقول لنفسه الملكة بتشوف العالم بطريقة مختلفة، وهي زمانها دلوقتي شافت قوة رجنا الجبارة والهالة اللي بتخرج من جسمه. وفي الوقت ده ثلاثة بيهجموا عليه، بس على مين يا معلمة؟ رجنا بيطيرهم بضربة واحدة، والملكة بتكون مصدومة جدا وبتقول مستحيل، الشخص ده مندمج اندماج كلي مع سيفه، دي قمة القوة البشرية حرفيا، لا دي تخطط البشر بمراحل محدش يتصورها. وبتكون الملكة وقعت في حب رجنا ومش عارفة تعمل ايه. وفي الوقت ده رجنا بيتكلم وبيكون كريمزون هو اللي بيمليه، ورجنا بيقول لو ما قتلتهوش مش هنتصدى ليكم وهنساعدكم في حربكم. وبيوافقوا وبيودوهم الزنزانة، وستيربن بيقول لهم تفضلوا هنا لحد ما نقرر هنعمل ايه. وبعدها بيمشي ورجنا بيتكلم مع كريمزون وبيقول له انت هربت ليه؟ كان المفروض نقتل التماطيا، كل ثانية بتفضل فيها عايشة بيموت ناس اكتر. فبيقول له انت خسرت قدامها وانا انقذتك، ومع ذلك قومتني ودمرت تحفة من تحفي، ومش عارفة كيميرا فين دلوقتي ولا ايه اللي حصل لجوليم، هتعمل ايه بقى علشان تعوض الخسائر دي كلها؟ فبيقول لها هقتل التماطيا. راجنا مصمم انه يقتل التماطيا، مش شايف حل تاني غير كده. وكريمزون بيقول لازم تتبع تعليماتي علشان نهزمهم، كده مش هتقدر تهزمهم. وكريمزون بيرجع السلايم تاني للحياة، وراجنا بيسأل صحيح احنا فين دلوقتي؟ فكريمزون بيقول له احنا دلوقتي موجودين في مقر عسكري في الشمال، ودي منشأة تم اكتشافها وتجديدها تحت الارض. وكريمزون بيقول دلوقتي هنا هشرح لك الوضع الخطير اللي فيه الناس اللي موجودين هنا كلها، وبعد ما تسمع هتشوف هتكون عاوز ترجع العاصمة تاني ولا لا. وفي الوقت ده بيكون الجيش حابسين 1500 مدني في المقر ده، وبنعرف انهم هنا علشان الملكة امرت بكده علشان ما يروحوش العاصمة ويحصل فيهم زي اللي حصل في غيرهم. وبنعرف ان الملكة قررت اعدام كريمزون، اما راجنا فهو قوي جدا لدرجة ان محدش يقدر يهزمه. وستيربن بيقول الاتنين دول هيكون صعب جدا علينا التعامل معاهم، وبالخصوص اننا مش عاوزين خسائر لاننا داخلين حرب ضد التنانين. وفي الوقت ده بيجي اتنين وبيقولوا العجوز خسر فعلا، وبيكون عارفوا لانهم شافوا جارم العجوز بيعيط، وعرفوا منه ان في واحد هزمه بسهولة واصغر بكتير منه. واحد بيقول السيد جارم اقوى سياف في البلد والبلدان المجاورة، قدر يقطع ايد تنين
الاعظم بضربه واحده، وهو اللي وجه له الضربه القاضيه. ازاي عيل اصغر من نص عمره حتى يهزمه؟ وبيكون واحد منهم عاوز يقتل راجنا، بس ستيربن بيكون عاوز يعرف تقريرهم عن التنانين الاول، لانهم كانوا بيراقبوا حركه التنانين. وبيجي بنتين وبيسالوا ستيربن هي فعلا الاميره وقعت في حب الدخيله اللي هزم سيد جارما؟ ومن النظره الاولى كمان وبيقولوا ان كله بيتكلم على الموضوع ده. وفي الوقت ده الاميره بتكون بتفكر في راجنا، وفي اللحظه دي المعلمه بتاعتها بتدي لها قلم بتفوقها وبتقول لها الحقيقه انك وقعتي في حب الشخص ده. والمعلمه بتقول لها الفيلق ده محتاجك، هم اقوى مين في المملكه، لكن من غيرك هم ولا حاجه، فعلشان كده لازم تمسكي نفسك كده وتفوقي علشان الحرب. والاميره بتقول اذا انا مستعده. ومن الناحيه الثانيه التماطيا بتكون نايمه وبتحلم بكابوسه، وبعدها بتصحى وبتجرب قوتها وبتوقف الزمن بمده صغيره بس وما بتقدرش تكمل. وهنا بتكون الاميره وجنودها عاملين اجتماع، والصيادين اللي كانوا بيراقبوا التنانين بيقولوا اللي شافوه، وواحد بيقول قربنا منهم جدا بس مع ذلك ما حدش هجم علينا وكانهم مشغولين. وواحده تانية بتتكلم وبتقول وكانها جنازه. والاميره بتقول لنفسها يا ترى ايه اللي بيحصل مع التنانين العظمى؟ وبتقول دي فرصه حلوه قوي، وبتقول لهم في مصيبه حصلت للتنانين وهم دلوقتي مشغولين، فدي فرصه بالنسبه لينا. وبنعرف ان كل الاضطراب اللي حصل ده بسبب اللي عمله راجنا في التماطيا. والاميره بتقول في اول ليله التنانين دمروا 5 مدن ودلوقتي العاصمه وفي اعداد مهوله من الشعب ماتوا، احنا مش قادرين نعمل حاجه غير اننا بنهرب بال 1500 واحد اللي معانا، بس هنثبت للتنانين اننا قادرين نقاتلهم. وفي الوقت ده بيجي كريمزون وراجنا، وكريمزون بيقول خطه كويسه جدا بس للاسف مش هتنجح علشان الفرق بينك وبين قوه العدو كبير جدا، فانا هساعدكم في الخطه بتاعتكم وهقول لكم على كل المعلومات عن العدو، وكمان هوريكم سلاح مرعب جدا بالنسبه للتنانين والقادر على القضاء على تنين اعظم من غير اي مشاكل وهو راجنا. وفي الوقت ده الاميره بتتضايق وبتقول انت تساعدنا احنا؟ انا عارفه ان ده مستحيل، وانت اصلا ما بتحبش تساعد حد، انت بس بتتحكم فيهم يا بنت اللعيبه. لا دي وصفه كريمزون بالملي. واحد بيخرج سيفه وبيقول للاميره اقتلهم ولا لا؟ وفي الوقت ده كريمزون بيتكلم وبيقول المقعد السادس قلت زهره وتخصصه هو اداره الجيش وقوه التحكم في المواد الكيميائيه، وبيقدر يصنع ادويه ومركبات ليها قدرات مختلفه زي قتل كل الكائنات الحيه. ولو استخدمت المواد دي على جيشه الجيش بيبقى قوي جدا وقوته بتضاعف والحراس كلهم مصدومين. هو جاب المعلومات دي منين؟ والاميره ما بتكونش واثقه في كلام كريمزون، وكريمزون بيطلب من راجنا يقنعها فبيقول لها مش هعرف، فبتقول له قول اي حاجه ومالكش دعوه. وبيقول له مش فاكر انت قلت انك هتقاتل؟ وبنعرف ان كريمزون قال راجنا على الحرب اللي هتحصل هنا، وهو ان في 10,000 تنين جايين، 9,000 منهم تنين ضعيفه و1000 تنين متوسطه و40 تنين فئه عليا، وبالاضافه لاثنين من التنانين العظمى. وموجود هنا 350 جندي بس و1500 مدني هيموتوا ضحيه المعركه دي. ومن ساعتها وراجنا قرر انه يفضل ويساعدهم. وراجنا بيقول للاميره انه انضم لكريمزون علشان يبيدوا كل التنانين، ومفيش حد في العالم ده احسن من راجنا في قتل التنانين. وبيقول لها اكتر حاجه تقدري تعتمدي فيها على كريمزون هي التخطيط في قتل التنانين. والاميره بتكون مكسوفه جدا من راجنا وبتوافق انهم يتعاونوا مع بعض. وكريمزون بيقول للاميره هنبدا في اننا نعدل الخطه، فالاميره بتقول له انت هتقول لي كل المعلومات اللي تعرفها وانا اللي هخطط. فبيقول لها بس يا ريت ما يكونش فيها ثغرات. فالاميره بتقول له انت عامل فيها طيار وقول لي بقى التنانين بيحصل معاهم حاجه غريبه يا ترى دي بسبب ايه؟ فكريمزون بيقول لها ده علشان احنا قتلنا الملك المجنح في العاصمه فده عامل لهم فوضى دلوقتي، فبيتصدموا صدمه عمرهم. وهنا فعلا التنانين العظمى في فوضى. وفي الوقت ده والت كامو بيظهر في اوضه التماطيا وبتقول له ايه اللي جابك؟ انا قلت للنيبوليم ما يدخلش حد. فبيقول لها عادي هو دخلني. فبتقول له لا انت دخلت بالقوه، وبيوريها دماغ واحده وبيكون ده قائد الصيادين اللي كانوا بيقاتلوا تنين العاصفه. وبيقول لها بس دول كانوا ضعاف جدا بس لقيت من حبه كنود السيف ده، وده بيكون السيف اللي صنعه راجنا. وبيسال التماطيا عنه، والتماطيا اول ما بتشوفه بتخاف وبتفتكر راجنا وبتقول له ابعد السيف ده عني. وبيقول اللي صنع السيف ده عنده قوه هاله مرعبه، وحتى انا لازم امسك السيف ده بكل قوتي علشان ايدي ما تتخدرش. والت كامو بيقعد يضايقها بالسيف، وفي اللحظه دي بتغضب وبتمسك السيف وبتضربه ضربه قويه. والت كامو بيضحك وبتقول له بتضحك ليه؟ فبيقول لها انت شايله السيف، وبعدها بترميه. فبيقول لها انت عارفه انت مش قادره توقفي الزمن ليه؟ وبيقول لها علشان انت استسلمتي وخسرتي من جواكي. وبيقول لها علشان تستخدمي سحرك محتاجه 3 حاجات، اول حاجه السحر،
الكافرة، وتاني حاجة القوة، وتالت حاجة الثقة. وبيقول لها اراهنك انت اول ما بتستخدمي سحرك بيظهر صورة العدو في عقلك. فبتقول له بس العدو ده قدر يتحرك حتى لو وقفت الزمن، وحتى برضه لو ما سمحتلوش انه يتحرك لقيته بيهجم عليا بكل وحشية. فبيقول لها مش عارف هو ليه فضل يتحرك، بس اللي اعرفه انك مش قادرة تستخدمي قوتك لانك خايفة. وبتقول له طب استخدم قوتي تاني ازاي؟ فبيقول لها الموضوع سهل، لازم تتخلصي من خوفك. فبتقول له اتخلص من خوفي ازاي؟ فبيقول لها امسكي السيف ده، وانت في الاول ما كنتش قادرة تمسكيه، بس لو مع عصبتك مسكتيه كانه سيف عادي. والتماسيا بتحاول تنسى خوفها، بس في اللحظة دي بتفتكر رغبة وبتزعق وبتقول انت محسسني انه سهل، لو كان سهل كده ما كنتش دلوقتي قاعدة بكافح. فبيقول لها اموريني بس، اموريني اني اتخلص من مصدر خوفك ومش هتخافي تاني. وبيقول لها قولي لي بس عاوزة نعمل ايه؟ فبتقول له لا مش هأمرك تعمل حاجة. وبتقول خسارة قوتي دي انا اللي اتسببت فيها، ومش عاوز استخدمك انت سلاحي السري في سبب زي ده. اهم حاجة دلوقتي هو القضاء على المدينة دي. فولت كامو بيقول لها قوليها المرة واحدة انت عاوزة ايه، مش اللي زعلنا امرك بيه. وبيقول لها انت عاوزانا انتقم لك مش كده؟ وفي اللحظة دي بيزقها وبيقول لها اقول لك انا بقى عاوز ايه. انا اتضايقت جدا علشان شوية زبالة حاولوا قتلك لما ما كنتش موجودة. وفي اللحظة دي التماتيا بتتكسف وبتمسك السيف وبتزقه وبتسيبه وبتضربه. وولت كامو بيضحك وبتقول له وهي متعصبة روح وقاتل حتى بس ما تقعدش وتضايقني. فبيقول لها انا عاوز اقاتل لما انت تأمريني، مش هقاتل علشان ده واجبنا وامر من زعيمنا والكلام التافه ده. انا مش زي الباقي، وانا مش بتبعك علشان انت الملك المجنح ولا اي كلام من ده، انا بتبعك باختياري انا وبس. قلت كومي شكله بيحب التماتيا، وده اعتراف صريح قوي ليها. وبيقول لها علشان كده اتصرفي بطبيعتك قدامي، اغضفي افرحي اعملي كل اللي انت عاوزاه وانا هفضل جنبك على طول. وبتقول له بس انا من واجبي ان انفذ رغبات الزعيم. فبيقول لها مش ده اللي انا بسالك عليه، انا بسالك انت عاوزه ايه. فبتعيط وبتقول له هات لي رؤوسهم كلهم، وبتكون زعلانه ومتعصبه جدا وبتقول مش هسامحهم وبالاخص هو. وبتكون قصدها على رجنا وبتقول له ده امر يا ولت كوي اقتلهم وهات لي رؤوسهم. وبيكون واضح الحقد والغضب من عينيها. فبيضمها ليه وبيقول لها رغباتك اوامر وسيبي الموضوع ده عليا. يا جدعان ده هتبقى مردغانه. ولت كوي ناوي يعمل خرابه. وبعدها بيطلعوا من الاوضه ونيبليون بيقول لنفسه ازاي يبقى قريب من قلب التماتيا زيه كده، وبيكون قصده على ولت كاموي. وفي الوقت ده ولت كاموي بيفتكر الكلام اللي قاله قائد الصيادين قبل ما يموت، وكان بيقول له هيطردك ومش هيسيبك، وبيكون قصده على الرجمه. وولت كاموي بيكون متحمس جدا وبيقول انا اول مره احس بالحماس ده وانا هقاتل شخص معين. وبيقول خلينا نعمل قتال يسجلوا التاريخ. ده شكل ولت كاموي ناوي يخليها خراب يا جدعان. وفي الوقت ده راجنا بيغطي السلاح بالهاله بتاعته، والاميره بتخلي واحد من حراسها يجربه على سيف من سيوفها وبيجرب، وكانت الصدمه سيف عادي مغطى بهاله راجنا اخترق سيف من اقوى سيوف الاميره. وكريمزون بيقول وكل ده والسيف مش مغطى الا بكميه قليله من الهاله. بيتفقوا ان راجنا هيعمل كده في كل اسلحتهم، وبتكون الاميره مكسوفه جدا من راجنا وبتامر انهم يجيبوا السيوف. وبعد شويه الجنود كلهم بيهجموا على راجنا واحد ورا الثاني، وراجنا بيهزمهم في لمح البصر وبياخد سيوفهم وبيغطيها بهالته. وبنعرف ان كريمزون قال له انه هيستخدم نص قوته على اسلحه الجنود ومش هيستخدم قوته في المعركه الجايه. وراجنا مش فاهم ليه وقاعد يهزم في الجنود ولا كانهم نملوا والله. وبيقول لنفسه صحيح هم دول بيهجموا عليا ليه، وبيكونوا متغاظين انه قدر يهزم اقوى سياف عندهم. وراجنا متوتر وزهقان وعاوز يرجع لزنزانته ومش فارقه معاه اي حاجه تانية. وفي اللحظه دي حد بيرمي سكينه على راجنا وراجنا بيمسكها، وبيكون ده مقاتل اسمه شين، وده سياف رئيسي من اقوى السيافين هنا، وبيكون هيقاتل راجنا. ولسه بيقول له انا مش زيهم. راجنا بيجيبوا الارض وراجنا بيقول له انت قوي قوي ايه يا عم راجنا، ده انت فرشته اول ما شفته. وشين بيعيط وبيجري، وبيجي مقاتل رئيسي تاني وبيشوف شين والعجوز قاعدين ومحبطين، فبيقلس عليهم وبيقول اتنين من اقوى السيافين هنا قاعدين ومحبطين بالشكل ده. فشين بيقول له طب ما تروح وتقاتله. فبيقول له ما انا قتلته وخسرت، قوت سلاحي بقوه الهاله بتاعته. فبيقول له ومالك فرحان كده ليه؟ فبيقول له مفيش مقاتل مش عاوز سلاحه يبقى فتاكه، وبصراحه انا حاسس ان قوتي زادت 10 اضعاف، وهو بصراحه قوي جدا وهو في السن ده وقوته في مستوى جباره وعنده قدرات اقوى حتى من قائدنا. ويقصد الراجل العجوز اللي هو بالمناسبه اقوى سياف على وجه الارض بعد راجنا طبعا. وفي الوقت ده العجوز بيقول له قوته دي مش طبيعته، دي مش موهبه هو مولود بيها، لا صحيح
صح احنا اتقاتلنا لفتره صغيره، بس انا حسيت ان دي قوه ناتجه من تدريبات شاقه جدا لمقاتل ما عندوش موهبه. فبيقول له هو عمره اكبر من شكله ولا ايه؟ فبيقول له لا، بس عنده قوه غريبه ومرعبه جدا. وبعد شويه شين بيروح وبيقاتل راجنا تاني، بس راجنا بيهزمه 7 مرات. وهنا 2 توأم من حراس الاميره بيسال راجنا وبيقول له ايه رايك في الاميره؟ وبيقولوا له ان الاميره بتقول انك قوي وشكلك حلو. وبيكون راجنا مش عارف يقول ايه. وهنا الساحر ده بيكون بيتمرن وبيقول السحر هو معمول لتغيير العالم، وسحر التنانين العظمى قوي جدا علشان اتغرس فيهم دم التنانين السحريه، وبقى السحر بيمر في دمهم. علشان كده عندهم سحر قوي جدا وبيعمل دائره تناقل كبيره جدا، بس ما بتكونش كافيه انها تنقل العدد ده كله من البشر. وبيكونوا اللي بيعملوا الدوائر السحريه مجتمعين ومش عارفين يعملوا الدوائر السحريه باتقان. ونعرف ان الساحر ده هو قائدهم وبيكون مش عارف يعمل ايه. وفي الوقت ده بيجي كريمزون وبيقول له طول ما انت حيران ومش عارف تعمل ايه اسالني وانا اساعدك. وفي الوقت ده التنانين بيكونوا بيقسموا نفسهم. واحد بيقول دلوقتي هدفنا هو اننا ندمر المدينه دي بالكامل ونقتل المحارب اللي كان عاوز يقضي على السيده التماتيا. وفي الوقت ده قلت كامو بيتكلم وبيقول ما تشغلوش بالكم بالمحارب ده، هو واصحابه انا هروح لهم بنفسي. فالتاني بيقول له لا، انت مهمتك حمايه السيده التماتيا علشان دلوقتي هي مش قادره تستخدم قوتها، ولو العدو جه هنا ممكن تموت. فقلت كاموي بيقول له انت تعلمنا اعمل ايه ولا حاجه؟ وبعدين التماتيا هي اللي امرته بكده. فالتماتيا بتكون مكسوفه وبتقول بصراحه بس انا كنت مندفعه. ونيبولون بيتكلم وبيقول العدو هيجي لهنا. فبيقول له وانت متاكد كده ليه؟ فبيقول لهم علشان اللي حصل في المعركه ده اكد لي انه عاوز يقضي على التماتيا باي طريقه. وبيفتكر كلام راجنا وغضبه وبيخاف جدا. وبيكون التنين ده بيقول لهم ان هو وتنين اعظم كمان هيروحوا ويقضوا على البشر المتبقيين من مملكه ليزي، ودي المملكه اللي فيها راجنا دلوقتي، وده الكيميائي اللي كريمزون قال عليه. وفي الوقت ده والت كامو بيقول له ممكن يكون المقاتل اللي حاول يقتل التماتيا مع الجيش ده، ساعتها هتعملوا ايه؟ فبيقول له ما تقلقش هبقى اقول لك، وانت كالعاده هتيجي بسرعه البرق. وفي الوقت ده التنين تراتكتورا بيقول لهم احنا التنانين العظمى، الاسلحه والدروع اللي بتحمي السيده التماتيا، ولازم نكون اقوياء لاقصى درجه. والمقاتل اللي حاول يقتل التماتيا وجنود مملكه ليزا قضوا على نص التنانين العظمى، والمقاتل ده كمان حاول يقضي على السيده التماتيا، ودي اكبر اهانه لينا. علشان كده لازم نبيدهم كليا. التنانين العظمى كلهم مستحلفين الرجنة يا جدعان، بالذات اللي رجنة هيقتله وهو والت كاموي. ده رجنة هيشوف ايام زي العسل والله. في اليوم اللي بعده الاميره بتعمل فخاخه عن طريق سحرها وهالت رجنة وبتقول هيكون صعب جدا على التنانين انهم يعدوا من الاسلحه دي. وفي الوقت ده ساعتها بيسالها وبيقول لها انت مصدقه ان كريمزون ورجنة قدروا يقتلوا المقعد العاشر والثامن والثالث على التوالي، وكمان قتلوا الملك المجنح وكانوا هيقتلوه؟ فبتقول له ما تشغلش بالك بكلام كريمزون ده علشان كلامه في منه حقيقه وفي منه كذبه. وبيسالها على كلام كريمزون اللي قاله وهو ان التنانين العظمى كانوا في الاصل بشر اتحولوا لتنانين. فبتقول له انا كنت شاكه اصلا من زمان والكلام ده فعلا صح، واحنا كان عندنا فكره غلط وهي ان التنانين العظمى بيقلدوا البشر، بس ده مش صح علشان هم بشر اتحولوا لتنانين. وفي الوقت ده بيكون راجنا لسه صاحي وكان بيحلم، وكريمزون بيقول له انا خلصت مع الحراسه وعلمتهم ازاي يعملوا الدوائر السحريه ولسه فاضل انت، وانا هجاوب على كل اسئلتك، بس قول لي الاول دلوقتي لو انت قتلت والت كاموي هل هتقدر تقضي عليه وتنتصر؟ فراجنا بيتصدم وبيقول بصراحه لا. ده راجنا بنفسه معترف ان والت كاموي اقوى منه. وكريمزون بيقول عندك حق، من بين كل التنانين العظمى بما فيهم التماتيا والت كاموي حاله خاصه زيك كده، تخطى كل حدود القوه ووصلت قوته لمرحله مجنونه جدا، ولازم علشان تقدر تقاتله تكون باحسن حالاتك، وانت دلوقتي مش في احسن حالاتك خالص علشان انت مصاب واستخدمت قوه كبيره جدا وانت بتقاتل التماتيا، وعلشان كده قلت لك ما تستخدمش قوتك في الحرب الجايه دي. فبيقول لها قصدك ايه؟ فبتقول له هم دلوقتي عارفين ان انت موجود واي تنين اعظم مش هيقدر عليك، وعلشان كده هيجي والت كاموي هنا. فراجنا بيتصدم. فكريمزون بيقول له ما تقلقش، هو دلوقتي مش هيسيب التماتيا لوحدها، بس لو قلت زورا وتراكتيكتورا عرفوا ان انت هنا مش هيترددوا انهم يستدعوه، وفي الوقت ده هيتحرك في لمح البصر وهيجي هنا، وفي اللحظه دي هنموت كلنا ومش هنقدر عليه. فعلشان كده لازم محدش يعرفك ولازم ما تستخدمش قوتك، والمعركه دي هتكون معركه داميه ستراق فيها الكثير من الدماء. وفي الوقت ده الساحر بيقابل مساعد الاميره وبيكون بيعيط وبيقول على كريمزون الولد ده يطلع مين بالظبط بفضل تعليمات
ماتوا بقت الدوائر السحريه بتاعتنا قويه جدا، وبيكون زعلان من الاهانه اللي حس بيها علشان ما كانش يعرف كل الحاجات دي. وفي الوقت ده كريموزون بيروح لراجنا في الزنزانه وبيقول له روح خد سلاح من الاميره وحط فيه كل قوتك المتبقيه، وبعدها خده وانزل تحت الارض باقصى عمق تقدر عليه علشان ما يقدروش يلاقوك ولا حد يحس بيك. وبيقول لراجنا الحرب هتبدا النهارده بعد غروب الشمس، استعد كويس. وبيكون ماشي، بس في اللحظه دي بتيجي الاميره وبتكون عاوزه تتكلم مع راجنا لوحدهم، وبيمشي هما الاثنين وبتقول له في ظل الظروف دي كنت عاوزه اصنع لك سلاح بس مفيش وقت كافي، علشان كده جمعت اقوى اسلحه انا صنعتها قبل كده واختار واحد منهم. وبتقول له وحاجه كمان، حتى لو انتصرنا وهربنا بالمدنيين اللي معانا مش هقدر اوفر الاكل وكل اللي بيحتاجه المدنيين، علشان كده انا هنضم للسولاريين في الكنيسه ونعرف ان دول جماعه الكنيسه ودول يعتبر اقوى عدو للتنانين. وبتقول له بس لا، ده لو كل حاجه مشيت على الخطه، انما الاحتمال الاكبر ان انا هموت في الحرب دي، وعلشان كده عاوزاك تحمي شعبي وتنضم للسولاريين. فراجنا بيرفض وبيقول لها انا اسف بس انا ما بحبهمش، بس انت تقدري تعملي كده. فبتقول له ازاي؟ ما لو كنت هقدر ما كنتش طلبت منك. فبيقول لها انت ليه بتتكلمي وكأن تم تحديد موتك؟ فبتقول له انا طول حياتي ماشيه ورا حدسي ونبوءاتي وانا اتحتم موتي خلاص. وبتقول لنفسها من بدايه الحرب وانا حسيت بموتي بس مش هبين اي ضعف. وفي الوقت ده بتحرك السيوف وبتقول بس هنقاتل بكل قوتنا. فراجنا بيقول لنفسه عندها عزيمه قويه جدا. وفي الوقت ده راجنا بيخرج قوته وبيحط كل قوته في الاسلحه دي، والاميره بتتصدم من جبروت قوه راجنا. وراجنا بيقول ترى تكترا قلتزورا وعشرات الاف التنانين مش كفايه انهم يقضوا علينا. وبيقول لها احمي شعبك بنفسك وما تقلقيش مش هيقدروا يهزمونا. وفي الوقت ده بدات تحركات التنانين وبدات تدق طبول الحرب، والتنانين بتعيش في الارض الفساد وبيدمروا كل حاجه حواليهم وبيقتلوا في البشر. وبدا قلتزورا يتحرك، وفي اللحظه دي بنعرف ان في حاجه كبيره قوي بتتحضر، وبيكون ده التنين العجوز قرر انه يضحي بحياته ويخرج اقوى قوه عنده، وده عن طريق انه يجمع دم بشر اقل عدد 500 الف بشري. يا نهار ابيض يا جدعان، معنى كده ان هيظهر حاجه مرعبه جدا، واللي هيظهر ده هو التنين الاعظم واكبر التنانين بورجيوس وكمان الكارثه والتي كاموي. وبدات بالفعل اللحظات الاخيره على بدايه الحرب وبتغرب الشمس وكله مستعد. وفي الوقت ده بيحكم قلتزورا لوحده وبيدمر اول جدار، وفي اللحظه دي بيكون تراتكتورا في السماء مره واحده بيندفع بقوه جباره على القاعده، والاميره بتكون خايفه جدا وبتقول لو اصطدم بينا هيدمر القاعده كلها. بس في اللحظه دي بتفتكر كريموزون وهو بيقول لهم احنا هنعرف نتصرف. في اللحظه دي تراتكتورا بيصطدم فعلا بالقاعده بس ما بيحصلش حاجه، وقلتزورا بيتصدم وبيكلم تراتكتورا وبيقول له ايه اللي حصل؟ فبيقول له تم التصدي ليا. فزورا بيقول له ايه الحاجز اللي عندك؟ فبيقول له لا مش حاجز، ده حد اتصدى ليا. فبيتصدم وبيقول له مين ده؟ لو طلع هو المقاتل اللي كان بيقاتل التماتيا انا هستدعي والتي كاموي. فتراتكتورا بيقول له لا سيبهولي هنا ولو احتجت مساعده هكلمك. وبيكون ده راجنا فعلا وماسك سيفين ودول فيهم كامل قوته وشكلهم مرعب جدا. وبكده يا جدعان بدات المجزره الحقيقيه، واللي جاي يا صديقي محتاج تركيز علشان اللي جاي كله عظمه. وفي الوقت ده القائد بيكون واقف ومعاه بقيه الجنود، وفي الوقت ده بيدخل بشر متحولين لزومبي، والقائد بيتصدم وبيقول ايه ده؟ وبعدها بيزعق وبيقول لهم اهجموا عليهم، بس بيكون الزومبي هيقضوا عليهم. بس في اللحظه الاخيره بيموتوا واحد ورا التاني في لمح البصر، وبتكون دي الاميره وبتقول لهم اقتلوا اي حد يقابلكم، احنا ما بنحميش الا البشر اللي معانا. والاميره بتقول للقائد ايكا انا هسيب المنطقه دي ليك والباقي كله معايا، هنهجم على الغابه. الاميره داخله بقلب جامد قوي. وفي الوقت ده تراتكتورا بيقاتل راجنا وبيهجم عليه بضربات كتيره، بس راجنا بيرد الهجمات عليه وبيسيبه. وراجنا بيقول ازاي المفروض الضربه دي كانت تقتله، وبيقول لازم اخرج قوه اكبر، وبيخرج قوه كبيره جدا. وكذلك تراتكتورا بيخرج قوه هائله وبيحصل انفجار كبير جدا، وكانت الصدمه راجنا وقع على الارض وتراتكتورا ايده اتقطعت وراجنا مش راضي يفوق. وزورا بيقول لتراتكتورا معنى كده ان اللي انت بتقتله ده مش راجنا؟ فقال له ايوه، بس مع ذلك كان قوي جدا. وتراتكتورا رايح يقضي على راجنا، بس في اللحظه الاخيره راجنا بيختفي وبيفوق، وزورا بيتصدم ازاي لسه عايشه. وراجنا بيقول لنفسه انا لو ما كنتش نقلت وعي للسيف اللي جوايا كان زماني دلوقتي ميت بسبب الانفجار ده. وتراتكتورا بيقول لراجنا القتال خلص خلاص، وبيجي تنانين الدنيا وبتقاتل راجنا. فراجنا بيقول له انت مفكر ان ده هيقضي عليا؟ فبيقول له ايوه
انت دلوقتي مش قادر تتحرك. وتراتكترا بيكون ماشي وبيقول لنفسه المقاتل ده اقوى مني وكان هيفوز، بس السيف بتاعه ما قدرش يستحمل كل القوه دي واتكسر. والتنانين بتتلم على راجنا، وراجنا مش قادر يعمل حاجه بس بيحاول يقضي عليهم، بس بيجيب اخره وبيقع على الارض والتنانين بيهجموا عليه. بس في اللحظه دي بيجي شين وينقذ راجنا، وبيكون الرجل العجوز معاه وبيقضوا على التنانين. وراجنا بيقول لهم امشوا سيبوني انا هتصرف، وبعدها بيقع على الارض. فشين بيقول له هتتصرف ازاي بحالتك دي؟ وراجنا بيقول له مالكش دعوه. فشين بيقول له انا قتلتك كتير قوي قبل كده وانت فزت عليا، تعالى قتلني قتال اخيره. وبيقتلوا فعلا وشين بينتصر. وراجنا مش عارف هو ازاي خسر، بس ده لان راجنا مش فايق وشين باين له كده فوقه. وشين بيمشي مع العجوزه، ومن الناحيه الثانيه الاميره دخلت الغابه ومسيطرين على جزء كبير منها. والاميره مفعله مهاره قويه جدا، والدوائر التنقل اشتغلت اخيرا. واولوتوزورا بيكشف الحوار ده وعرف انهم بيخططوا يهربوا بدوائر التنقل. والاميره بتلاحظ ان حركات العدو اتغيرت وهم بيقربوا من القاعده، وفي نفس الوقت بيتفادوا الجنود، وده لان اولوتوزورا عاوز يعيق التنقل بتاعهم. وفي اللحظه دي حد بيهجم بانفجار كبير جدا، والاميره بتتصدى ليه بصعوبه وبيهجموا بضربات قويه. وبيكونوا دول التنانين المتفوقه الاعلى رتبه وقوتهم بتكون كبيره جدا، والمشكله اللي فيه منهم 40 تنين. وفي الوقت ده ايك واقف مصدوم من اللي شايفه، وده لان في لمح البصر الجنود اللي معاه كلهم بيموتوا. وبيقول انا مش فاهم ايه اللي بيحصل، بس انا متاكد ان ده هو السبب. وبيكون ده تنين متفوق. وفي اللحظه دي الحاجز بيختفي وايك مصدوم، وايك بيقول للجنود الباقيين يرجعوا لورا. وفي الوقت ده ايك بيفتكر كلام كريمزون وهو بيقول له ان في تنين متفوق بيقدر يستخدم سحر توقيف الزمن واكيد هيظهر في الحرب دي. وايك بيقف في وضع الدفاع، وبالفعل التنين ده بيوقف الزمن وبيهجم عليهم كلهم، وبيهجم على ايك بس بيتصدى ليه. وايك بيقول زي ما توقعت التنين ده بيوقف الزمن. وايك بيهجم بسرعه كبيره جدا وبيصيب التنين بس بيتفادى بقيه الضربات وبيكون هيوقف الزمن. بس في الوقت ده حد بيتكلم وبيقول وقف مكانك، والتنين بيتصدم وبيقف وبيقول معقوله إيه اللي جاب التماطيا هنا؟ بس بيكون ده كريمزون، والتنين مش عارف ايه اللي حصل له وازاي، وهو مفكر كريمزون الملك المجنح. اقول لكم بقى يا جدعان ليه ده؟ لان كريمزون كان الملك المجنح السابق وبس كده. وكريمزون بيقول لايك اوريك انا بقى ازاي تتصدى لوقف الزمن، وبيرمي كوره على التنين. والتنين اول ما بيوقف الزمن بيخرج اشعه بقوه مرعبه وبتحرق التنين في لمح البصر، ومحدش فاهم حاجه ازاي قضى عليه بالسهوله دي. وبيكون كله بسبب القنبله دي، وكريمزون عدلها على اساس انها تنفجر باشعه الشمس لما الزمن يتوقف. وبسبب ان الزمن واقف فمعنى كده ان القنبله هتفضل منفجره باشعه الشمس فتفضل تحرق فيهم. يا ابن اللعيبه يا كريمزون شغل شياطين والله. وفي الوقت ده بيجي ناس كتيره، وكانت المفاجاه دول هم ال 1500 مدني. وكريمزون غسل ادمغتهم وادالهم اسلحه علشان يقاتلوا. لا بيشغل دماغه برضه. وكريمزون بيقول لنفسه اولوتوزورا اكتشف خطتنا وده اللي كنت متوقعه، وانا هخلي البشر دول يقاتلوا علشان اخفف الحمل من على دوائر الانتقال. ومن هنا بدات الهجمه المرتده. وفي الوقت ده بيكون قاعد قائد دوائر التنقل واللي اسمه فو، وبيظهر قدامه تنين متفوق. بس فو بيظهر قوه شيطانيه قويه جدا وبيقضي عليه في لمح البصر. وكريمزون بيشوفه وبيقول الولد ده قوي جدا وعاوز يسيطر عليه هو ومجموعته. ومن الناحيه الثانيه الاميره وجنودها بيشنوا هجوم مضاد على التنانين المتفوقه وفشخنهم حرفيا. بس في اللحظه دي بيظهر تنين متفوق من ورا الاميره وبيصيبها بهجوم قوي، واولوتوزورا فرحانه. بس في اللحظه دي تراتكتورا بيقول له اهدى خد بالك من المنطقه اللي ورايا، 30% من التنانين ماتوا في لمح البصر. وبيكون شين والعجوز وراجنا نازلين في التنانين ضربه مش راحمين حد، بس التنانين بتكون كتيره جدا. وشين بيقول بس راجنا لسه ما استسلمش، معنى كده اني مش هستسلم انا كمان. وراجنا بيضغط على نفسه جدا وبيقول انا مش هقف، هقضي على تراتكتورا واولوتوزورا واي تنين يقف قدامي. وبعدها بيفتكر كلام شين وبيستريح وبيحس انه قادر يقاتل بحريه اكتر. وفي الوقت ده بيظهر قدامهم عدد كبير من التنانين، بس راجنا في لمح البصر بيفرتكهم كلهم. والعجوز وشين بيتصدموا، والعجوز بيقول رغم كل تعبه ده الا انه لسه مكمل بمستوى مرعب من القوه. واولوتوزورا في الوقت ده مش فاهم مين ده. وهنا بيجي عدد كبير من التنانين وبيهجموا على راجنا، وراجنا بيقول لنفسه علشان
علشان احقق هدفي لازم اتقن فنون الفضه، وبيهجم على التنانين بقوه وبيركز وبيقضي عليهم في لمح البصر. ومن الناحيه التانيه مقاتل بيروح وبيحمي الاميره وبتكون اتصابت باصابات خطيره وبتقول له ياخدها ويروحوا للشمال الغربي وبيعمل كده فعلا. واولوتوزورا بيقول مش عارف اتواصل مع تنين الوقت اللي بعته للقاعده، ويقول معقوله يكونوا قضوا عليه. وتراتكتورا بيقول لنفسه كمان 5 دقايق هفجر كل حاجه وهدمرهم كلهم. يا ترى تراتكتورا بيخطط لايه؟ ومن الناحيه التانيه شين بيبص لراجنا ومصدوم من قوته واصراره، وبعدها بيكملوا ماشيه وراجنا نازل في التنانين ضرب مش راحمهم. وراجنا كل ده وحاسس انه بيتحرر وقوته بتنطلق. والعجوز بيقول لنفسه ده مش تطور، لا ده راجنا بيستعيد مهاراته وغرائزه النايمه. زي ما توقعت راجنا حصل على قوته بخبره لزمن طويل، والعجوز وشين بيقتلوا التنانين بقوه كبيره. وهنا الثلاثه عاملين شغل جامد قوي يا جدعان. وفي الوقت ده اولوتوزورا بيبعت تنين متفوق لراجنا وبيقول التنين ده عنده قوه جباره جدا، وهو بيسحب فريسته ناحيته وبيفترسها في لمح البصر، ومستحيل بشري يقدر يقاومه. وبالفعل بيسحب راجنا ناحيته، بس على مين يا معلمه؟ راجنا بيفرتكه في لمح البصر وبكل سهوله. واولوتوزورا بيقول ازاي ده حصل مع اني بعت تنانين متفوقه ومتوسطه الا انهم ماتوا في اقل من دقيقه. وبيقول وفي حاجه كمان، وبيشوف المدنيين وهم بيقاتلوا بالاسلحه وبيقول مين اللي جاب دول هنا؟ في حاجه غلط بتحصل، والاسلوب ده مش اسلوب الاميره، اكيد في حد بيتحكم في الحرب. ومن الناحيه الثانيه كريمزون بيكون واقف عند دوائر النقل، وبنعرف انهم لسه ما جمعوش السحر المطلوب لنقلهم. فكريمزون بيخلي المدنيين يهجموا على فوق يثبتهم كلهم، وبيقول انا اللي هتحكم في الدوائر دي وما تقلقوش هقدر انقلكم من هنا، بس من غير ال 1500 مدني. وفوق بيتصدم وبيقول الاميره كان عندها حق لما قالت ان كريمزون ده شرير ومحدش يامن له. وفوق بيقول كريمزون بس انت مش هتقدر تفعلها علشان انا الوحيد اللي اقدر اعمل كده. فكريمزون بيقول له وعلشان كده عاوز اوطد علاقتي معاك. وبيكون كريمزون عاوز يغسل دماغه زي الباقي. نرجع تاني لأولتوزورا اللي بيقول لنفسه ان اسلوب القتال ده هو نفس الاسلوب اللي كان بيقاتل بيه الشخص اللي كان مع راجنا كان هيقتل التماتيا. معنى كده ان راجنا ده موجود هنا، والاحتمال الاكبر ان يكون الشخص ده وفعلا بيكون اللي قصده عليه هو راجنا. وبيقول استدعي كاموي ولا لا؟ وبيقول لها لو استدعيته ممكن يكون العدو مخطط لكده، واول اما استدعيه يقضوا على التماتيا وهي لوحدها. وفي الوقت ده كريمزون بيقول لنفسه انت اتخذت القرار الصح يا أولتوزورا، وعشان كده انت هتغلط. وهنا جنود الاميره عاملين شغل عالي ومكتسحين جيش التنانين. نرجع تاني لكريمزون اللي بيستخدم سحره على فو وبيكون هيسيطر عليه، بس اخته بتتكلم وبتقول له لا يا فو ما تخليش الراجل ده يسيطر عليك. واحد بيطلق على اخته فو واللي اسمها ماجي وبتقع على الارض. وكريمزون بيقول كل 10 ثواني هقتل واحد من هنا لحد ما تفعل الدائره السحريه، وبيكون هيقتلهم. ففو بيقول له خلاص هفعلها، بس في اللحظه دي ماجي بتخرج قوتها وبتتغير شكلها. وكريمزون بيتصدم مش معقوله، وبيقول الجنود يهجموا عليها بس ما بيلحقوش. وفجاه كريمزون والمدنيين اللي معاه بيختفوا وبيكونوا انتقلوا لمكان بعيد جدا. يا كريمزون صعبت عليا والله. وفي الوقت ده الاميره بتجمع كل طاقات الجيش بتاعها وبتجمعهم في اقوى سيف عندها وبتهجم بيها بقوه جباره جدا، والهدف هو تراتكتورا. واولوتوزورا بيزعق وبيقول له تفاداها يا تراتكتورا هتقتلك. بس تراتكتورا بيهجم على السيف، بس السيف بيخترق ضربته وبيصيب تراتكتورا بضربه مرعبه جدا. بس لسه ده مش كافي، والاميره بتقول امسك السيف وكمل، وبتكون قصدها على راجنا. وبالفعل راجنا بيمسك السيف وبيهجم على تراتكتورا بضربه مرعبه جدا قوه جباره يا جدعان، وبيتفرتك تراتكتورا. بس راجنا بيقول لسلايمه ياخدوا للمكان بتاع تراتكتورا، وبيقول تراتكتورا فجر نفسه قبل ما الضربه تصيبه. واولوتوزورا مش مصدقه وبيقول معقوله انت مت يا تراتكتورا؟ فتراتكتورا بيكلمه وبيقول له لا بس هموت قريب، انا فجرت نفسي علشان اتفادى الموت اللحظي، بس قبل ما اموت لازم اخدهم معايا. شكل تراتكتورا ناوي يستخدم سلاحه السري. واولوتوزورا بيقول له ده غلطي، انا اللي ما استدعيتش كاموي من الاول. فتراتكتورا بيقول له الغلط مش غلطك، اهم حاجه دلوقتي نعرف هنعمل ايه. فاولوتوزورا بيقول له فجر نفسك وخد معاك كل اعدائنا، وبيودعه وبيمشي. وتراتكتورا بيفجر نفسه وبيظهر انفجار مرعب جدا، وراجنا بيحاول يتصدى ليه بالجينكي بتاعه بس مش قادر، والانفجار اكبر بكتير منه. والاميره بتقول لو راجنا ما قدرش يتصدى للانفجار ده هنتبخر كلنا ومفيش مفر من كده، واملنا الوحيد هو راجنا. وراجنا قاعد يقاوم
وبيقول لازم ازود القوه اكتر، بس هو مش قادر. والاميره بتقول بس ليه هو ما بيخرجش كامل قوته، وبتبص على هالته وبتعرف ان كل ده بسبب ان سيفها مش قادر يستحمل قوه راجنا. والاميره بتجمع كل قوتها وبتدعم راجنا، وكل الجنود بيحموها، والاميره بتحط كل قوتها في السيف علشان ما يتكسرش. وفعلا راجنا بدا يسيطر على الانفجار، بس دراتيكتورا عازم انه يدمرهم. والاميره بتقول ده امر بديهي، ده راهن بحياته علشان يقضي علينا. وراجنا بيقول لها ما تقلقيش وبيسيب السيف وبيقول لها جوايا سيف عاوزك تدعميه، عاوز ارد بكامل قوتي. والاميره بتدخل جوه روح راجنا وعينها بتدمع من عظمه قوه راجنا ومش مصدقه اللي هي فيه. وراجنا بيطلق العنان لقوته وبيطلق قوه جباره لاقصى درجه، قوه لم يشهدها العالم من قبل. وأولوتوزورا اتصدم صدمه عمره، وكل الجنود مصدومين من رعب القوه اللي شايفينها، والانفجار كله بيتجمد. والاميره بتكون بتعيط وبتكون شافت كل حاجه مر بيها راجنا، وبتقول له قوتك دي بسبب ذاتك المستقبليه. وبتقول له ليه بعد كل ده بقيت وحيده. وهنا حبت الاميره بطلنا راجنا وبتقول له تعالى معايا يا راجنا وسيبك من كريمزون الشرير ده وانا هكون معاك على طول. وبتقول نتقابل بقى بعد الانتقال. وراجنا بيشكرها وبيقع على الارض وبيقول اخيرا خلصت الحرب واخيرا انتهت الحرب. وفعلا كان وقت صعب جدا، بس راجنا كان بالمرصاد وتحضير دوائر الانتقال انتهى وفوبي فعلها وكله فرحان بالنصر وخلاص هينتقلوا. بس الفرحه ما بتكملش ورقبه الاميره بتطير في لمح البصر، وهكذا وصل الشر الاعظم والتي كاموي. وبيروح لراجنا وبيقول له يلا جه وقتنا قتلنا. وراجنا مصدوم صدمه عمره، وكاموي بيسيبه بقوه وبيزعق وبيقول لراجنا انا خصمك الاخير يا راجنا، اخرج كل قوتك وقاتلني. ومن الناحيه الثانيه نيبولون بيروح لالتماتيا، والتماتيا بتقول له ما تقلقش مش قادر اتخيل ان كاموي هيخسر قدام اي حد. وهنا راجنا بيفتكر لما كان كريمزون بيقول له ان الملك المجنح بيدي قوته وبيعلم تقنياته لاصحاب السيوف الشيطانيه ال8، ودول اقوى واعظم التنانين العظمى وهم 6 مخالب ونابين. وكاموي لما كان بشري قتلهم واخد سيوفهم وبقى معاه اقوى سيف وقوه جباره جدا. وهنا راجنا بيتبادل الضربات بشكل مرعب مع كاموي وبيكسر دماغ كاموي بس من غير فايده، وكاموي بيصيب ضربه مرعبه. وراجنا بيجمع القوه اللي في ايده وبيهجم على كاموي وبيصيبه وبيقسمه نصين وبيهجم عليه تاني، بس راجنا بيقع على الارض. وكاموي بيظهر هيئه الحرب بتاعته وبيقول لراجنا ده اخرك ولا ايه. وراجنا مش قادر يتحرك، بس في اللحظه دي راجنا بيغمى عليه وبيمر الوقت وراجنا بيصحى وبيكون انتقل بدوائر النقل، وبيكون بقيه الجيش قاعدين واملهم متدمره بسبب موت الاميره. وبيخرج راجنا من المخيم وبيلاقي العجوز قاعد ومحبط جدا، وراجنا مش عارف يقول له ايه. وفي الوقت ده بيجي ايكا قائد الجيش وبينده لراجنا، وراجنا بيروح معاه وبيقول لراجنا انه عاوزه يقابل حد. وهم ماشيين حبه مدنيين بيوقفوا ايكا وبيقولوا له ان الاكل خلص ومش مكفيهم، فايك بيقول لهم انه هيتصرف في اقرب وقت. وبعدها بيكملوا ماشيه وايك بيكون محبط جدا وماسك نفسه بالعافيه، وراجنا بيحاول يهديه. وفي اللحظه دي بيسمع صوت التماتيا وبيتصدم وبيبص وراه وبيلاقيها وبيهجم عليها وبيدغدغ وشها في لمح البصر. وايك بيمسكه وبيقول له لا، فراجنا بيقول له دي التماتيا الملك المجنح. وفي اللحظه دي الوقت بيقف وبيرجع تاني وبيظهر عدد كبير منها وبتقول اول مره حد يصيبني بالسرعه والقوه دي، وبالقوه دي اكيد فعلا انت تعادلت مع التماتيا. وبتقول له انا عضوه في الكنيسه مش الملك المجنح. وبتكون هتقتل ايك تعويض لقتل راجنا لنسخه من نسخها. فراجنا بيقول لها انت تقدري ترجعيها للحياه مش كده؟ فبتقول له ايوه انا، بس ده بيستهلك سحر كبيره. فراجنا بيقول لها رجعيها ولو قتلت ايك هقتلكم كلكم. فبترجع نسختها للحياه من تاني، وبعدها بيقعدوا مع بعض وبتيجي معلمه الاميره وبنعرف انها عضو في الكنيسه وبعتوها للاميره علشان تخليها تنضم للكنيسه بس فشلت. ودلوقتي هم عاوزين راجنا ينضم ليهم وفي المقابل هيتكفلوا بكل احتياجات المدنيين، بس راجنا بيرفض. وفي الوقت ده تشيمرو خادمه كريمزون بتشاور راجنا وبعدها بتمشي، وعضوة الكنيسه واللي اسمها كارلا بتقول له ولو ما انضمتش لينا للاسف مش هنقدم لكل الجنود والمدنيين دول المساعده. وراجنا بيرفض برضه ينضم ليهم وبيغضب وبيكسر الترابيزه وبيقول لها هتساعدوا المدنيين دول. فبتقول له وايه المقابل؟ فبيقول لها المقابل اني هقتل الملك المجنح التماتيا. وبعدها بيمشي وكارلا بتبتسم وبتقول شكل الدنيا هتحلو. وراجنا بيروح وهو والسلايم لمكان مهجور وبيروح يقابل كريمزون، وكريمزون بيقول له اول حاجه لازم نعالجك. وبيروحوا للغرفه السريه بتاعت كريمزون ودي اللي نيبلوم وراجنا دمروها قبل كده. وكريمزون
كريمزون نقلها على سطح القمر، وبيمر الوقت وراجنا بيتعالج، وكريمزون بيقول له دلوقتي بعد موت أميرة الفضة وهزيمة التنانين انتهت معركة مملكة ليز، عاوزين بقى نركز على هدفنا ونركز على تطوير قوتك الأول. فراجنا بيقول له لا لسه ما خلصناش، لسه التماطيا ما ماتتش. فبيقول له هنقضي عليها. فراجنا بيقول له لا عاوز اقضي عليها دلوقتي. فكريمزون بيقول له هزيمتك لالتماطيا دلوقتي مش هترجع الاميره، وعاوزين نضم لينا كمان بقيه جيشها. فراجنا بيقول له لا الاميره لسه عايشه. فكريمزون بيقول له مستحيل، ده راسها اتقطعت لعلمك. فراجنا بيقول له عارف، بس ساعتها والتي كاموي يرجع راسها في لمح البصر وكأن ما حصلش حاجه، وغير كده انا لسه حاسس بوجودها. وليه كاموي خدها معاه لو هي ميته؟ فكريمزون بيقول بس برضه مش معنى كده انها عايشه وانت مش عارف ايه اللي مستنيك هناك. فبيقول له بس لازم اروح. فكريمزون بيقول له مستنيك دلوقتي التماطيا وكاموي، ومش هتقدر عليهم ولا تقدر تعمل اي حاجه. فراجنا بيقول له انا هتصدى الكاموي وانت الالتماطيا، مش انت الملك المجنح السابق، اكيد انت تعرف تقاتل الالتماطيا. فكريمزون بيقول له لسه ما حضرناش لاي حاجه، والتحضيرات هتاخد وقت، ومش هيكون فايده من الحرب من غير الخطه والتحضيرات. فراجنا بيقول له لا الفايده هي الاميره، لازم ننقذها. فكريمزون بيقول له لا هي مش هتفرق معانا في حاجه، اهم حاجه قوتك، عشان انا بخطط اعمل جيش كامل مسلح بالهاله بتاعتك، ولازم تسمع كلامي عشان انت اقسمت لي قبل كده. وراجنا بيفتكر اول مره اقسم فيها لكريمزون عن ولائه ليه، وكريمزون بيقول له مش عاوز اخسرك يا راجنا. فراجنا بيضحك وبيقول له خلاص هراهن المره دي بكل ما املك وهي حياتي على اني انتصر. لو انتصرت فهكون حققت هدفي، ولو مت خلاص هكون عملت اللي عليا. وبيكون ماشي. فكريمزون بيكون مصدوم ومش مصدق نفسه، وبيقول لنفسه في الاول كان عيل اهبل، بس دلوقتي بقى شخص تاني خالص ومش قادر اسيطر عليه. وراجنا بيقول له شكرا وبيكون ماشي خلاص. بس كريمزون بيقول له هتندم. وفي اللحظة دي راجنا بيحس بدوخة قوية جدا وبيطب ساكت على الأرض، وبيكون ده بسبب السم اللي راجنا شربه في الأول، علشان ده لو خالف أوامر كريمزون السم هيقتل راجنا. اوعى يكون راجنا مات بجد. وكبيرة بتقول لكريمزون هو مات بجد ولا ايه؟ فبيقول لها ايوه لا انت فاكراني بهزر، بس عادي هقدر اتحكم في جسمه وفي قوته وهنسخ منه كتير. وبيضحك. ولكن في اللحظة دي راجنا بيقف من تاني وبيكون لسه عايشة، وبيقول ايه ده هو انا ما متش ليه؟ وكريمزون مصدوم صدمة عمره. ايه ده يا جدعان هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وراجنا بيضرب كريمزون بالراحة، بس كريمزون بيطير بعيد بقوة وبينزل دم من كل حته. وراجنا بيقول له انا في حاجه محيراني، ليه كلماتك ما بتاثرش عليا مع انها بتاثر على كل الناس، وكذلك قوتك. والكاميرا بتهجم على راجنا، بس راجنا بيمسكها وبيثبتها في الارض وبيقول وفي حاجه اغرب في المستقبل، اول ما قابلتك قتلتك مرات كتيره ولاحظت ان في حاجه غريبه، ان قلبك مش موجود. ليه بقى قلبك مش موجود؟ فكريمزون بيتصدم وكأن راجنا كشف عن سر ضخم جدا بالنسبه ليه. وراجنا بيقول له قلبك فين؟ والكاميرا بتكون هتهجم على راجنا تاني، بس كريمزون بيقول لها لا اقفي، وبيقول لراجنا خلاص امشي وما اشوفش وشك قدامي تاني. وراجنا فعلا بيمشي. بعدها كريمزون بيدخل اوضه، وهنا راجنا بيوصل لاعضاء جيش الاميره وبيقول لهم ان الاميره عايشه وبيكونوا هيروحوا ينقذوها ويشنوا الحرب على بقيه سلاله التنانين. ومن الناحيه التانيه والتي كاموي بيقول للاميره خلاص بقى هتعملي نفسك نايمه لحد امتى؟ وفعلا بتكون الاميره لسه عايشه وبتصحى وبتبص على كاموي وبتكون مصدومه وبتقول لنفسها قوي جدا، لا ده الاعظم قوه وما فيهوش غلطه، عنده اعظم القوه في العالم. وكامو بيمسكها وبيقول لها ما تفكريش انك هتفضلي عايشه كده كتير، لا بصي كده على العلامه اللي في رقبتك دي. وبيقول لها دي علامه سم اللي عمله زورا، واول ما يقرب منك راجنا والباقي هتموتي. وفي اللحظه دي جسم كاموي بيتدمر، بس بيعيده من تاني وبيقول اصابات رخمه جدا ودي بسبب ضربه راجنا اللي اصابوا بيها. وبيقول مع اني جددت جسمي مرات كتيره الا انها لسه مأثره عليا، بس انا جبتك هنا علشان عاوز اقاتل راجنا وهو بكل قوته، علشان كده هتصنع اقوى سيف في العالم علشان يقاتلني بيه، ويا ريت يكون في مستوى السيف ده. وبيوري لها سيفه وبتتصدم من رعب السيف. وهنا التماطيا بتكون قاعده لوحدها وبيجي شخص قوي جدا وبيكون ده العجوز اللي من التنانين
التنانين العظمى واكتمل تطوره، ودي اقصى قوته، والمفروض ان بعد ما الحرب تنتهي هيموت. وفي الوقت ده بيلاحظوا حاجه غريبه، وهو ان الشمس ما بتشرقش، والعجوز بيروح لنيبولوم، ونيبولوم بيقول له انا اللي عملت كده، فبيتصدم، ونيبولوم بيقول له البعد ده هو ميراث الملك المجنح السابق واللي هو كريمزون. للتوضيح بس يا جدعان، وكان بيقدر يتحكم في الزمان والمكان، ونعرف ان نيبولوم هو وريث قوه كريمزون، وهو قدر يوقف الشمس في المنطقه دي، والعجوز مندهش من عبقريته وقوه نيبولوم. ونيبولوم بيكون زعلان ان العجوز هيموت بعد الحرب، وهنا نعرف ان العجوز كان من السلاله القديمه اللي هي سلاله كريمزون. والعجوز بيقول لنيبولوم الملك المجنح السابق كان قوي جدا وبارد المشاعر، وما كانش بيحب ملكنا، وما كانش بيفرق معاه موت اي واحد مننا، على عكس السيده التماطيا بتحبنا جدا وبتهتم بينا، فعلشان كده لازم نضحي بحياتنا علشان نحميها. وهنا كريمزون بيكون نايم، وفي الوقت ده بيتحرك ديل كيميرا وبيروح لكريمزون وبيتكلم وبيقول له ده مش من طباعك يا ملكه، وبنعرف ان ده اسمه هيبي، وده كان تنين اعظم من سلاله كريمزون. وبيقول لكريمزون فاكر بورجيوس الراجل العجوز قرر خلاص يضحي بحياته، وبكده ما عادش غيري انا وانت اللي لسه عايشين من السلاله القديمه. وبعدها بيمشي وكريمزون بيعرض صوره مكان التماطيا والتنانين العظمى، وبيقول هم ليه لسه ما وقفوش الزمن؟ معقوله تكون التماطيا لسه مش قادره توقف الزمن؟ وبعدها كريمزون بيقوم وبيقول لكيميرا وهيبي والسلايم وجوليم تابع كريمزون جهزوا نفسكم، هنشن الهجوم دلوقتي وهنروح نصطاد التماطيا. العركه بدات يا جدعان، المعركه الفاصله، يا اما نهايه سعيده او نهايه مش هتعجب حد. ومن الناحيه الثانيه العجوز بيقول لراجنا يبرزوا مبارزه خفيفه كده، وبيوافق وبيهجموا على بعض بسرعه مرعبه، وراجنا بينتصر. وراجنا بيقول للعجوز انت بقيت اقوى بكتير على فكره، والعجوز بيقول له وانت كمان ظهرت قوه اكتر رعبا ليك. وبيمر الوقت وكل جنود بيجتمعوا علشان هينتقلوا، وكارلا بتنفذ عليهم الطقوس وبتدي لهم قوتها، وبقوتها يقدروا يتفادوا سحر التحكم بالزمن لمده 3 دقائق من تفعيله. وكارلا بتموت لانها استنزفت كل طاقتها، وفي اللحظه دي بينتقلوا كلهم وبيكونوا داخلين دخول رايق يسبب حرايق، بيكون مستنيهم تحت التنين العجوز بورجيوس واولوتوزورا. وراجنا بيشوف كاموي وبيروح له، ونيبولوم بيقول في حاجه جايه بس منين؟ وبيكون في حاجه جايه من فوق، وبيكون ده كريمزون، وبيقول معنى انهم لسه ما وقفوش الوقت، يعني التماطيا مش قادره. وفي الوقت ده بينطلق جوليم خادم كريمزون، وبورجيوس بيهجم عليه، بس جوليم بيرد له الهجوم وبيصيب تنانين بورجيوس وبيفرتكهم، وكيميرا بيتقاتل مع جوليم، وبورجيوس بيطلق العنان لقوته وبيصير تنين ضخمه وقوي جدا. ومن الناحيه الثانيه راجنا بيروح للاميره وبتكون لسه عايشه، بس كل ما الوقت يعدي السم بينتشر في جسمها اكتر، وراجنا مش عارف يعمل ايه. وهنا سورا بيتحول لهيئه القتال وبيكون هيحارب بقيه جيش الاميره. نرجع تاني لراجنا، والاميره بتشاور له على السيف وبتقول له ده اقوى حاجه قدرت اعملها، وبتعتذر له وبتقول له انا اسفه علشان ما قدرتش اعمل سيف يناسب قوتك. فبيقول لها لا ما تعتذريش، اتفرج عليا وانا هفوز وهقضي على ولت كامو بالسيف ده، وهقضي على كل سلاله التنانين. وبتيجي المعلمه وبتشتري الاميره، وراجنا بيقول لها شوفيني وانا بقضي عليهم، وبيروح وبيقول من الان انا هكون اقوى من نفسي المستقبليه. وبتخرج من راجنا قوه جباره. راجنا ناوي يتخطى كل حدود القوه البشريه، وبيقول لكاموي اتحول لاقصى شكل ليك بسرعه. فكامو بيقول له اصبر على رزقك، احنا لسه ما سخناش. وبيظهر سيفه وبيبقى عملاق جدا، وبيظهر قوته، وقوه كامو بيتهز الارض حرفيا يا جدعان. وبيقول لراجنا بس يا ريت ما تموتش من ضربه واحده، وبيهجم على راجنا بقوه كبيره جدا، بس راجنا بيجمده هو والسلاح في لمح البصر وما تهزش من مكانه سنتي واحد بس. يا جمدانك يا راجنا. وبيهجم بسرعه على كامو وبيقسمه نصين في لمح البصر، وراجنا بيقول له يلا اظهر كل قوتك انا مستنيك. وبتخرج من راجنا هاله مرعبه جدا، وشكل السيف بيتغير وبتظهر اقوى قوه شاهدها العالم الى الان، دي شكلها تبقى مردغانه يا جدعان. وكامو بيضحك، الجنون ده الاتنين بيتحدوا بعضهم، وكاموي هو كمان بيظهر اقوى شكل ليه. ده الدنيا كده ولعت خلاص يا صديقي. وكامو بيهجم على راجنا بهجوم مرعب جدا، وكذلك راجنا بيهجم عليه برضه، والمنافسه بينهم بتكون عاليه جدا، بس راجنا بيتصدى ليه وبيروح له وبيسيبه بضربه قويه، بس كامو ما بيسكتش وبيديله واحده بيلزقه في الارض، وبيهجم عليه تاني، بس راجنا بيتفاداه وبيتبادلوا ضربات سريعه وقويه جدا، بس راجنا بيسيب كامو بضربه قويه وبيطيره بعيده، وبيخبط في جوليم وبيكسر له سلاحه، وجوليم بيقع على الارض، وبورجيوس بيكون هيقضي عليه، بس راجنا بيجمد هجومه وبيجمد التنين بتاعه، وكامو بيسيب راجنا من بعيده. ومن الناحيه الثانيه كتيبه الاميره شغالين ضرب في زورا ومش راحمينه، وزورا بيقول بقوا اقوى من ساعه الحرب، مع ان الاميره مش موجوده معاهم، وبالذات العجوز ده. والعجوز زانق زورا ضربه ومش رحمه، والعجوز
العجوز بيصيب زورا مرة تانية، وزورا بيقول لنفسه بس كل اللي بيعملوه ده على الفاضي، انا كنت بنشر سم من اول القتال وملوش ولا طعم ولا ريحة، بس هو فين؟ وبيتصدم وبيكون فو بيمتصه من اول ما بدأوا، وزورا بيهجم على فو بضربة قوية، بس بيظهر العجوز وبيتصدى لضربته وبيقطع الدراع زورا، وبقية الكتيبة بيهجموا مرة واحدة عليه، وزورا بياخد قراره وبيضحي بحياته علشان يخرج قوة مرعبة، وبيقضي على كل افراد الكتيبة، وبيبقى ضخم جدا وقوته مهولة، وبيكون هيهجم على شن، بس العجوز بيزقه وبيتلقى الضربة مكانه، وبتكون ضربة خطيرة جدا، والعجوز بيتقسم نصين حرفيا. اول واحد ودع من الكتيبة، وهنا كاموي وراجنا بيتبادلوا ضربات قوية جدا، وكامو بيصيب راجنا وبيثبته في الارض وبيهجم عليه هجوم مرعب جدا، بس راجنا بيحاول يتصدى ليه بكل قوته، وفعلا بيقدر يتصدى ليه، لا وكمان بيرد الهجوم على كاموي. ومن الناحية التانية نيبلون بيكون واقف وبيقول التماطيا في بعد تاني عن بتاعنا، بس الشخص اللي جاي ده عاوز ياخد السيطرة مني، وفعلا كريمزون بدأ في تنفيذ التعويذة، ونيبلون متصدم مش مصدق ايه السرعة دي وايه القوة دي كلها، ونيبلون مش قادر يمنع سيطرة كريمزون، وبيقول مستحيل، ازاي مهارات الملك المجنح السابق بتخترق كده؟ لا يا نيبلون انت فاهم الحوار غلط، كل اللي في الموضوع ان اللي بيخترقك ده هو بنفسه الملك المجنح كريمزون. وفي اللحظة دي بيظهر السلايم وبيمسك نيبلون، وكريمزون اخترق حاجز نيبلون وبيروح لالتماتيا. وهناك اجتمع الملكان، وكريمزون بيصيب التماتيا بالمسدس في كتفها، والتماتيا بتهجم على كريمزون بسحر النار، بس كريمزون بيتفادى كل ده، والتماتيا بتغضب وبتخرج قوة كبيرة جدا، وفي اللحظة دي كريمزون بيدخل بعد تاني وبيخرج قلبه، وبيكون ده قلبه، وبنعرف انه كان خاتم قلبه في المكان ده علشان يكون خالد وما يموتش مهما حصل، بس دلوقتي هو هيرجع قلبه علشان يخرج قوته الحقيقية. وكريمزون بيقول لنفسه بحالتي دلوقتي مش هقدر اقتل الملك المجنح، اما لو رجعت قوتي فهتكون التماتيا مجرد مبتدئة بالنسبة ليا. وكريمزون بيرجع قلبه وبيتغير شكله وبيرجع لالتماتيا وبيهجم على التماتيا وبيكون محاصرها، وبنعرف المسدس ده فاضل فيه 10 رصاصات، ورصاصة واحدة بس في القلب كفيلة تقضي على التماتيا. وكريمزون بيزود سرعة الرصاصة وبيخترق جسم التماتيا وبيصيبها بإصابة خطيرة جدا، وفي الوقت ده زورا نازل في الكتيبة ضربة وبيقتلهم واحد ورا التاني في لمح البصر، وبيكون هيقضي على القائد، بس في اللحظة دي بيجي فوق وبيحميه وبيخرج كامل قوته وبيهجم على زورا وبيصيبه وبيصيب ضربات قوية جدا، بس زورا بيخترق جسمه وفوق لسه مكمل وبيصيب زورا وبيطيره، بس برضه زورا بيوجه له ضربة مرعبة جدا وبيقسم جسمه نصين وبيطير له رجليه وبيكون هيقع في الوادي، بس ايك بيروح وبيلحقه، بس زورا بيكون هيهجم عليه من ظهره، بس واحدة من التوأمين بتصيبه بضربات كتيرة، بس بيروح لها وبيصيبها بضربة قوية جدا وبيكون هيقضي عليها، بس في اللحظة الأخيرة بيجي شن وبيديله في وشه، وفو بيقول له ايك ثبتوا له 20 ثانية بس وانا هخلص عليه، فبيجي كريستوفر بيقول له ما تقلقش هثبته لك، وبيهجم على زورا وبيهجم عليه بضربات سريعة وقوية جدا وبيصيب ضربة جبارة، وكريستوفر جاب اخره، عملت اللي عليك والله وزيادة يا ابني. وفي الوقت ده بيخلص فوق وبيضحي بحياته وبيهجم على زورا وبيصيب ضربات خطيرة جدا وبيموت كريستوفر هو كمان. والله كتيبة الأميرة عملوا كل اللي عليهم، وكتيبة تستحق التقدير فعلا، وزورا مش صدق انه هيموت خلاص، لا صدق يا زورا انت قدام اقوى كتيبة عرفتها البشرية، كل واحد ضحى بحياته علشان يرجعوا لأميرتهم ويحموها، وزورا بيقول هديكم مكافأة غير حياتي، وبيشيل تأثير السم من على الأميرة، وايك بيروح له وبيقضي على زورا نهائيا. كلهم كانوا بيقاتلوا علشان يحموا اللي بيحبوهم، زي ما الكتيبة بيقاتلوا علشان البشرية وأميرتهم، سلالة التنانين بتقاتل علشان ملكتهم التماتيا، وايك بيفتكر صحابه الراجل العجوزة وكريستوفر والبنت اللي كانت معاهم وبيودعهم وبيعيط. ومن الناحية التانية كريمزون لسه بيقاتل التماتيا، والتماتيا بتطلق سحرها في كل مكان بشكل عشوائي، بس كريمزون بيبطئ الزمن وبيقول لها بس بقيتي قوية يا كارلا. ايه ازاي؟ مش كارلا دي بتاعت الكنيسة ولا انا غلطانة؟ وبيطلع فعلا ان التماتيا كانت نسخة من نسخ كارلا اللي بيصنعوها الكنيسة وتحولت لتنين وبقى عندها القوة الجبارة دي، والتماتيا مش مستحملة الضغط النفسي اللي عليها، وكريمزون قاعد يلعب بمشاعرها. وفي الوقت ده جوليم بيهجم على بوريجيوس بهجوم قوي جدا بيدغدغه حرفيا، وفي اللحظة دي نيبلون بيتواصل مع بوريجيوس وبيقول له انا اسف ما قدرتش اكمل والعدو هزمني، احمي انت التماتيا، وبعدها بيموت نيبلون. وفي اللحظة دي بوريجيوس بيغضب جدا وبيخرج اقصى ما عنده وبيتحول لشكل مرعب جدا وبيفرتك جوليم والكاميرا في لمح البصر، وهنا كريمزون بيكون هيقضي على التماتيا خلاص، بس في اللحظة دي بيجي بوريجيوس وبيخترق البعد الكوني والتماتيا هتهرب من الفتحة اللي عملها. في الوقت ده ظل الكاميرا بيتحرك وبيظهر منه شخص، مين ده يا جدعان وازاي ظهر من ظل الكاميرا؟ وفي اللحظة دي بوريجيوس بيحس بيه وبيغضب وبيزعق وبيقول انت ازاي عايش؟ انت مش المفروض ميت يا هيبي؟ وبيهجم على هيبي باقصى قوة عنده، بس هيبي ما بيتهزش من مكانه
مكانه وبيطلق سحر مرعب جدا، سحر الظلام، وبيفرتك بورجيوس في غمضة عينه وبيدمر المكان كله بضربة واحدة بس. ومش كده وبس، وبيدمر البعد الكوني اللي فيه التماتيا وبيصيب التماتيا بضربات مميتة، وكمان بيصيب كريمزون. بس مين الشخص ده وايه القوة المهولة دي كلها؟ وكريمزون بيشوفه وبيكون عارفه، وهيبي بيقول له ما كانش عندي خيار تاني. ونعرف ان هيبي ده كان تنين اعظم من سلالة كريمزون، وكان معاهم بورجيوس من الجيل القديم، علشان كده هو عارفه. وهيبي بيختفي تاني وبيرجع في جسم الكبيرة، وبورجيوس بيكون بيودع خلاص، وبيقول هيبي موجود هنا يعني، وبيخاف جدا وبيقول عرفت مين هو العدو، وبيكون عارف ان كريمزون الملك السابق لسه عايش، وبيزعق وبيقول كاموي احمي التماتيا، ما عادش غيرك اللي متبقي. وفي اللحظة دي ايك بيظهر وبيطير رقبة بورجيوس، وهكذا مات العجوز بورجيوس. وايك وبقية الجنود بيجروا على التماتيا، وراجنا وكاموي لسه بيضربوا في بعض لدرجة انهم بيتقاتلوا في الفضاء الجوي. وراجنا بيصيب كاموي بضربة قوية وبيشحن قوته في سلاحه وبيهجم بضربة مرعبة جدا، وكاموي شكله فقد الامل. وفي الوقت ده المعلمة بتظهر فوق التماتيا وبتصيبها وبتقع تضربها، والتماتيا بتصرخ وبتنشر سحرها في كل مكان وبتزعق على اخرها وبتنده باسم كاموي. وفي اللحظة دي كانت هزة ارضية مرعبة بتلزق كل اللي واقف على الارض، وبيكون كاموي تخطى كل حدود قوته ومستواه بقى جبار حرفيا. وراجنا مصدومة، انت ما بتهمتش يالا ولا ايه؟ وكامو بيهجم على راجنا وبيصيبه بضربة قوية، وراجنا مش عارف يتصدى ليه، وبيضرب راجنا بقوة جدا وبيمسك دماغه وبيظهر مخلب مرعب وبيهجم عليه بقوة فتاكة. ايه يا راجنا هتسيبه كده ولا ايه؟ وفي اللحظة دي كامو بيقطع رقبة راجنا وبيطير دماغه. ايه ده؟ انا فكرت راجنا هيرد الهجوم. ايه اللي بيحصل يا جدعان؟ كده كاموي خلاص ضمن انه انتصر. بس لا يا معلم، مش بالسهل كده يا كاموي. راجنا بيلحق نفسه وبيربط دماغه في لمح البصر وبيصيب كامو بهجوم قوي، وراجنا بيتخطى حدود قوته هو كمان. وفي الوقت ده التماتيا بتفتكر كل ذكرياتها مع كاموي لما كانوا بشر، وبتعيط وبتنده له وكانها بتودعه. وكامو بيهجم باقصى ما عنده وبيهجم بكل قوته، ومتاكد المره دي انه هيقتل راجنا. بس راجنا كان ليه راي تاني وبيهجم بقوه مرعبه جدا وبيفرتك كاموي. خلاص يا كاموي استسلم، محدش يقدر على بطلنا راجنا. وهكذا مات الاسطوره كاموي. بس هل كده الحرب خلصت؟ هنشوف دلوقتي. في الوقت ده التماتيا بتزعق وبتنهار جدا، وفجاه بيتوقف الزمن. ده كده كل اللي عمله راجنا والكتيبه هيروح على الفاضي. والتماتيا بتقول هرجع الزمن وكأن مفيش حاجه حصلت وهنقذ كل السلاله. بس في اللحظه دي بتكون البنت اللي من الكتيبه بتقدر تتحرك، لان لسه واقي توقيف الزمن اللي نسخه كارلا عملته عليهم لسه شغاله. وبتقرب من التماتيا وبتقول لنفسها بس لو سبتها رجعت الزمن كل اللي ماتوا من الكتيبه هيرجعوا، وكمان اختي هترجع. قدامها اختيار صعب جدا، يا اما تنقذ البشريه وتنهي الحرب او ترجع كل حبايبها تاني للحياه. ويا عالمه هل هيقدروا ينتصروا تاني ولا لا؟ بس بتختار انها تنهي الحرب وبتقضي على التماتيا نهائيا. وهكذا انتهت اكبر كارثه مرت على البشر، وانتهت الحرب بخسائر مهوله. وكريمزون بيختم قلبه تاني، وراجنا بيكون قاعد وزعلان على الناس اللي ماتوا في الحرب دي. وبتمر الايام وكريمزون بيروح لراجنا وبيقول له في حاجه عاوزك تشوفها، وبيوديه لمكانه. وبتعرف ان الاميره فضلت عايشه بس هي دلوقتي في غيبوبه. وراجنا بيفرح جدا وبيشكرهم كلهم وبيودعهم وبيلبس رداءه وبيكون ماشي. بس شين بيقابله وبيقول له هتمشي؟ فبيقول له ايوه هروح بقى اكمل على بقيه التنانين. وبعدها بيمشي مع كريمزون والسلايم. وهكذا انتهت قصه بطلنا صائد التنانين راجنا. لو عجبتك الحكايه ما تنساش اللايك والاشتراك. واحب اقول لك يا صديقي ان في شغل عالي قوي قوي جاي في الطريق، استنونا واشوفكم بخير ويلا سلام.